السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم شباب؟ أخباركم إيه؟ طلبة التالتة ثانوي، حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض فصل الهرمونات. محتاج تركيزك فل 100%. جهز مكانك، كن نظيف وهادي، اعمل حاجة سخنة، حاجة ساقعة، عصير، تنشط دماغك وعقلك، ويلا عشان نفك طلاسم الهرمونات. الهرمونات يا شباب، علشان بس تعرف كده يعني ايه هرمون كده بالبلدي زي ما بيقولوا. حاول تستشعر بعض المشاعر اللي بتجيلك، يعني مشاعر الحزن، مشاعر الفرح، انك تكون سعيد او تكون حزين او تكون خايف، كل الحاجات ديت، او انك بتكبر. كل ده له تأثير هرموني في جسمك. تعالى اكلمك على الموقف ممكن يحصل معاك انت كطالب ثالثه ثانوي وانت رايح دروسك الصبح كل يوم. في كلب كده معين بيطلع يجري ورا منك، ومجرد الكلب ده ما بيطلع يجري ورا منك بيتم افراز هرمون في جسمك بيخلي جسمك يشتغل ضعف شغله، او انك انت تكون اقوى من ما انت عليه. يعني انت مثلا لو انت بتجري بسرعه 20 متر في الساعه، انت هتجري بسرعه 100 متر في الساعه. هتلاقي نفسك بتفتح سبرنت بتروح اخر الدنيا. ليه؟ علشان تم افراز هرمون في جسمك خلى عضلات جسمك تشتغل اعلى من شغلها الطبيعي. ده يوديك لحاجه تانية، ان انت تقدر تعمل المستحيل بس انت مش شايف ده. يعني انت تقدر ان انت تكون شخص قوي جدا، تقدر تطلع من جوه منك قوه كبيره جدا جدا، بس انت ما بتعرفش تعمل ده لمجرد انك شايف سقفك لغايه هنا، لكن سقفك مش هنا. في بعد كده، في بعد كده، بس محتاج منك شغل وتطوير كتير جدا. نكمل. فالهرمون هي ماده جوه جسمك بتنشط جسمك او بتنشط بعض الاجزاء في جسمك علشان تعمل بعض الوظائف الحيويه. ازاي تم اكتشاف الهرمونات؟ الهرمونات تم اكتشافها كانها ماده بتفرز في الدم. وخلي بالك ان عضو يفرز ماده في الدم كانت حاجه غريبه شويه من 200 سنه. يعني ان عضو كده يفرز حاجه داخل الدم كانت دي حاجه غريبه. كان كل همهم زمان او كل اللي يعرفوه زمان في ان وظائف جسمك بتشتغل ازاي كان ده كله عصبيا. يعني كان الجهاز العصبي هو اللي بيودي سيال عصبي للاجهزه او الاعضاء في جسمك او الانسجه. فبالتالي بالتاثير ده بيحصل حاجه لجسمك، او انت بتعمل حاجه معينه بيأثر عليها السيال العصبي ده. لكن دلوقتي لو احنا ما فيش سيال عصبي، هل ممكن حاجه تانية تأثر على وظيفه معينه في جسمك؟ تعال نستدل بكلام عالم اسمه ستارلينج. العالم ستارلينج ده يعتبر هو من وضع اسم كلمة هرمون. كلمة هرمون هي كلمة لاتينية يعني مواد منشطة. طيب، ستارلينج استدل عليها ازاي؟ ستارلينج شرح كائن من الكائنات، قالوا كلب، قالوا قطة، قالوا أرنب، ما علينا. اللي عايزك تعرفه أو اللي أنت عرفته في تانية ثانوي أيام ما كنا بناخد الهضم. الهضم كنت انت عارف ان الاكل بيوصل للمعده، بيتم هضمه في المعده بواسطه انزيم البيبسين، ثم يخرج الى الايه الدودنم او للايه الاثنى عشر. في خروج الاكل من الاثنى عشر او خروج العصاره المعديه بالاكل اللي اتهضم فيها الاثنى عشر، بمجرد خروجه في عصاره بتفرز من البنكرياس بتروح الاثنى عشر على طول. انت عارف ليه؟ علشان تعادل الحموضه والوسط والكلام الفاضي ايه ده كله اللي انت خدته السنه اللي فاتت اللي لازم يكون معاك دلوقتي. دعم دماغك. نكمل. فيبقى انا لا، العصاره ديت اللي بتخرج من البنكرياس على الاكل المهضوم اللي بيبقى خارج من المعده، ركز بالله عليك، لازم يتصب عليه العصاره دي. فطبيعي مليون في المية من 200 سنة وقت ستارلينج ما كان شغال على التجربة ديت، قال إن في اتصال عصبي ما بين البنكرياس والأمعاء الدقيقة أو الاثنى عشر، بيخلي البنكرياس يقول له ده أنا جات لي الإيه؟ جاي الأكل من المعدة فافرز العصارة بتاعتك. قال طب انا هقطع كل الوصلات اللي بتوصل او الوصلات العصبيه اللي بين البنكرياس والدودنم او الاثنى عشر والمخ والكلام ده كله. لو انا اي سيال عصبي مش هيوصل للمنطقتين دول ان هم يعرفوا بعد ان في اكل جالي. فبمجرد خروج الاكل المهضوم بالعصاره المعديه الى الاثنى عشر تم افراز برضو العصاره من البنكرياس. فهنا خلى ستارلينج يبص لحاجه تانية خالص. قال لك ان انا كده ما عنديش تاثير عصبي بس، انا كده عندي تاثير تاني بماده تانية جت عن طريق الدم. والماده ديت افرزت منين؟ من الجدار بتاع الاثنى عشر، لفت مع الدم، لفت مع ايه؟ مع الدم، واثرت على البنكرياس، وبالتالي صب العصاره بتاعته فين؟ في الاثنى عشر. يبقى انا لغايه هنا ستارلينج اتضح له ان في ماده بتمشي في الدم بتفرز من الدودينم. يبقى هو قال الماده ديت ماده منشطه، نشطت مين؟ البنكرياس. خرجت منين؟ من خلايا الدودينم او الاثنى عشر، مشيت فين؟ مشيت في الدم. فدوت حاجه افرزت داخليا.
اي حاجه بيتم افرازها في الدم اسمها افراز داخلي، اي حاجه بره الدم اسمها خارجي. خدها كده معلومه معاك ايه لتكمله الايه الكلام بتاعنا. يبقى الافراز اللي حصل افراز داخلي للدم. استدل ستارلينج بكلام كلود برنار اللي كان قبل منه، اللي هو قال ان الكبد بيفرز جلايكوجين. الكبد بيفرز ايه؟ جلايكوجين. وانت عارف دلوقتي في وقتنا الحالي ان الجلايكوجين ده يعتبر ما هو الا جلوكوز تم تجميعه على هيئه جلايكوجين وتخزن في الكبد. فاستدلاله بان في مواد بتخرج في الدم، هو استدل بده ان انا عندي ماده بتفرز برضو من عضو بتخرج في الدم زي ما قال كلود برنار، فهو سماها هرمون عشان هي ماده ايه؟ ماده منشطه. ده عدى كده ستارلينج يعتبر هو ايه اللي هو اسس لنا علم الهرمونات. حصل بقى بعض الحاجات التانية انا مش هكحمك بيها، بس تعالى بقى نخش ايه على طول كده في الهرمونات ونعرف ايه هي الهرمونات. الهرمونات زي ما احنا لسه قايلين هي مواد منشطه. مواد ايه؟ منشطه. بتمشي فين؟ في الدم. بتمشي في الدم علشان تنشط جزء معين من جسمك لانه يعمل وظيفه برضو ايه معينه. طيب الهرمون ده له خصائص. خصائص الهرمونات كتير، منها هنذكر بعضها دلوقتي. ان هي بتساعد الجسم على النمو، النضج، الجنسي، بتساعدك في المشاعر زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي الى اخره من وظائف الايه الهرمونات. الهرمونات بتفرز في جسمك بنسبه ضئيله جدا 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 جدا. بتفرز بايه؟ بالميكرو جرام. يبقى الهرمونات بتفرز بالميكرو جرام، والميكرو جرام ده زي ما انت خدت في الفيزياء اللي هو 1 على 1000 ملي جرام. يبقى الميكرو جرام ده حاجه بسيطه جدا ضئيله جدا جدا، فبيفرز بيها الهرمونات بالنسبه دي. فلو زادت عن النسبه ديت او قلت عن النسبه دي بيحصل مشاكل، وده هنعرفها خلال دراستنا لمين؟ دراستنا للهرمونات. طب تعالى نشوف تكوين الهرمون اللي هو ماده او رساله، اللي هي ماده منشطه او رساله. اولا الهرمون بيتكون من مواد كيميائيه، احنا عارفين الكلام ده كله. ولو جيت رجعتك لسنه اولى ثانوي هفكرك ان انت خدت برانش او جزء كبير اسمه البروتينات، واتذكر لك فيه ان انت عندك هرمون. وبرضه في الجزء بتاع اللايبيدات اللي هي كانت دهون اتظهر عندك ان عندك برضه فيه هرمونات. فكلمه هرمونات انت سمعتها في سنه اولى مرتين، سمعتها وقت ما خدت البروتينات وسمعتها وقت ما خدت اللايبيدات. ولما خدت البروتينات قلنا لك ان احنا عندنا هرمون اسمه الثيروكسين كان مرتبط بعنصر اليود، كان في البروتينات المرتبطه. ده كلام كله كان عندك فين؟ سنه اولى. اللايبيدات قلنا لك عندك الهرمونات الاستيرويديه او اللي هي الهرمونات الدهنيه اللي بتتكون من دهون. يبقى انت كده عرفت بديهيا من زمان وبتربيط دلوقتي ان انت عرفت ان اللهم صل على النبي ان الهرمونات بتتكون من بروتينات وبتتكون من لايبيدات، بتتكون من الاثنين دول، بس النسبه الاكبر بتاخدها مين؟ البروتينات. وده هنتكلم فيها دلوقتي. لو جينا نتكلم عن البروتينات هنلاقي ان البروتينات في منها نوعين: بروتينات تنظيميه وبروتينات تركيبيه. دول نوعين من انواع البروتينات موجودين جوه جسمك او بيفرزوا داخل جسمك، او انت جسمك بياخدهم من الاكل من بره بيجمعهم. زي ما انت عارف في سنه ايه؟ سنه ثانيه. انت دماغك اكبر من دلوقتي من ان ايه تتلعثم في بعض الايه الكلام او بعض الفهم. يبقى البروتينات التنظيميه انت خدت منهم اثنين اللي هم الانزيمات والهرمونات. عندك بقى التركيبيه زي ما انت خدت الباب اللي فات او الفصل اللي فات، اخدت عندك الاكتين، الميوسين، عندك برضو الكولاجين الى اخره. ما علينا. يبقى انا البروتينات التركيبيه دي مش محتاجها دلوقتي، خدناها قبل كده وهناخدها برضو قدام تاني في ايام في وقت الدي ان ايه ان شاء الله. عندك البروتينات التنظيميه انا خدت منها ان فيها انزيمات وفيها هرمونات. هناخد الكلمه بتاعت النهارده اللي هي الهرمونات. فالهرمونات بتتركب من بروتينات تنظيميه. بروتينات ايه؟ تنظيميه. خد عليها كمان لو جيت بقى اتكلمتك عن الهرمون نفسه اللي هو بيتكون من ايه؟ البروتيني. الهرمون البروتيني ممكن يكون احماض امينيه، ممكن يكون بروتين معقد. انا كل ده كله بتكلم في تكوين او تركيب الهرمونات كتركيب كيميائي.
او تركيب داخلي. عرفنا ان هي رسائل كيميائيه او مواد كيميائيه تتكون من البروتينات والليبيدات. انا بتكلم دلوقتي على الهرمونات البروتينيه. فقلت ان الهرمون كبروتين بيتكون من احماض امينيه او بروتين معقد. انت عندك ثلاثه هتعرفهم في الاحماض الامينيه. بعد كده كل اللي هيذكر هنا هيبقى ايه؟ خاص بالبروتينات المعقده، فيما لا يخص مين؟ الليبيدات. دول 7 هرمونات هنقولهم، اي حاجه غيرهم يعتبروا بروتينات، سواء احماض امينيه او يعتبروا ايه؟ بروتين معقد. عندك الثيروكسين، عندك الادرينالين، وعندك النور ادرينالين. ودي كلهم هنعرفهم ان شاء الله خلال ايه؟ دراستنا لايه؟ لجزء الهرمونات. نيجي للهرمونات اللي هي بروتينات معقده بقى. اي حاجه تانية بقى من الهرمونات تعتبر بروتينات معقده. اي حاجه تانية تعتبر ايه؟ بروتين. زي مثلا عندك التي اس اتش، عندك وليكن الكالسيتونين. اسامي كتير كده انت هتعرفها دلوقتي، اسامي معقده شويه بس احنا هنتكلم فيها. انا عايزك بس تاخد المقدمه كده بس ايه؟ تنعنش بيها دماغك شويه لمعرفه يعني ايه اصلا هرمونات. يبقى انا دلوقتي كده عرفت التركيب البروتيني للهرمونات، اللي هي ممكن تكون احماض امينيه، ممكن تكون بروتينات ايه؟ معقده. طيب طب ما تيجي نشوف اللي هم الليبيدات علشان نخلص منهم، اللي هم عددهم 7. يبقى انا لو جيت اتكلمت على التركيب الهرمونات الدهنيه هلاقيهم عندي كام؟ 7. هم ال7 دول الهرمونات الدهنيه اللي عندي في المنهج كله، او بنسميها الاسترويد الهرمونز. الاسترويد هرمون دول ال7 دول مفيش غيرهم، يعني انت تحفظهم والباقي كله بروتينات. اول واحد عندك، وهنقسمهم كذا ايه؟ مجموعه دلوقتي. هنقول مثلا الاستروجين، والاستروجين ده يعتبر هرمونات جنسيه انثويه. وعندك البروجستيرون برضو يعتبر انثوي. نيجي للتستوستيرون، وعندك الاندروستيرون. انا عارف انا بقول كلام غبي وكلام طلاسم كتير وانت مش فاهم حاجه في اي حاجه. احفظ الكلام ده زي ما هو كده، الاسامي دي زي ما هي كده، وان شاء الله خلال دراستنا للفصل ده هنشوف وظائفهم وهنشوف بيعملوا ايه ويفرزوا ازاي وكل اللي بيأثروا على ايه والكلام ده كله. عندك 2 اللي هم بنسميهم الهرمونات الدهنيه السكريه، اللي هم بيتحكموا في السكر في الدم. عندك الكورتيزون، وده اسم على ما اعتقد شائع على ودانك شويه. وعندك الكورتيكو ستيرون. هتلاحظ ان اون ستيرون، اندوستيرون، تستوستيرون، استروجين، بروجستيرون. عندك الاخير اللي هو الالدو ستيرون، وده بتاع المعادن، اللي هو بينظم المعادن فين؟ جوه جسمك. يبقى دول ال7 هرمونات اللي هم ادي 2 و2 وده واحد لوحده. ده جنسيه انثويه، ده جنسيه ذكريه. كورتيزون وكورتيكوستيرون دول ايه؟ سكريه. وعندك الالدوستيرون ده تبع المعادن اللي هو بينظم الايه؟ التنظيم الداخلي داخل ايه؟ الجسم بتاع المعادن والكلام ده كله، واللي برضه هنتعرف عليه وعلى وظائفه وبيفرز ازاي بيأثر عليه والكلام ده كله. طيب نرجع تاني نقول الكلام اللي اتكتب على السبوره ده ايه؟ بالراحه. انت عرفت دلوقتي ان الهرمونات عباره كتركيب ان هي بتتكون من بروتينات او الليبيدات. لو جيت سالتك قلت لك هل كل الهرمونات بروتينات؟ هتقولي لا. ليه؟ لان هي تعتبر بتتكون من مركبين، بروتين ودهون. طيب لو جينا على البروتينات، البروتينات كتركيب بروتين عندي احماض امينيه وعندي البروتين المركب الكبير المعقد. فانا عندي بعض الهرمونات بتتعمل من الاحماض الامينيه بس، اديتك 3 اللي هم الثيروكسين، الادرينالين، والنور ادرينالين. عندك الباقي كله يعتبر بروتيني، بروتين معقد وليس احماض امينيه. ده كتركيب الهرمونات البروتينيه. لو جينا على الهرمونات اللي هي الدهنيه اللي هم قلت لك ال7 دول، ال7 دول احفظهم على انهم الهرمونات اللي هم الاستيرويد او الليبيدات اللي ما فيش غيرهم اصلا. هم 7 قسمهم 2 2 2 1. احفظهم كده. في عندك 2 يعتبر تبع الهرمونات الجنسيه الانثويه، البروجستيرون والاستروجين، ده 2. الذكريه التستوستيرون والاندروستيرون، ادي كده كمان 2. عندك اللي هم السكريه الكورتيزون والكورتيكوستيرون. عندك اللي هو الخاص بقى بالمعادن والصوديوم، واللي هنعرف دلوقتي بيعمل ايه مع البوتاسيوم والصوديوم والكلام ده كله، اللي هو مين؟ الالدوستيرون.
خلاص، ده الجزء الخاص بتركيب بس الهرمون. طب ننتقل للجزء الثاني، ننتقل للجزء الثاني علشان اعرف الهرمونات ديت بتفرز منين. لازم ادرس حاجه اسمها جهاز الغدد الصماء. وطالما ذكرت كلمه غدد فلازم اعرف يعني ايه غدد. نمسح السبوره ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد ما مسحنا السبوره، نكمل ونتعرف عن الهرمونات. الهرمونات لسه قايلين ولسه شارحين عنها ان هي كمواد كيميائيه والكلام ده كله، عرفنا ان هي بتفرز في اخر كلمه قلناها ايه؟ من الغدد. الغدد بتنقسم لكذا قسم، بس انت عندك في جسمك جهاز اسمه جهاز الغدد، يعني بيتكون من كذا غده داخل جسمك. فتعالى نتعرف عن كلمه الغدد. يعني انت عندك حاجه كده اسمها الغدد، الجلاندز. الغدد ديت عندك في جسمك منها ثلاث انواع من الغدد داخل جسمك، واعرفهم وتعالى نتعرف عليهم. وان شاء الله مش هكتر عليك معلومات كتير قوي فيهم غير اللي هتخصك قوي قوي، وفي نفس الوقت بظهر شويه حاجات ايه الخفيفه كده جنبهم. عندي اول قسم منها وهي الغدد الصماء. الغدد الايه؟ الصماء. وعندي الغدد المشتركه، وعندي الغدد القنويه. يلا كمل. دلوقتي لو جيت اتكلم عن الغدد الصماء، فكلمه صماء تعالى نديها تعريف تاني او كلمه تانيه اللي هي اسمها اللا قنويه. اللا قنويه والقنويه، يعني ديت عكس ديت قنويه، ديت لا قنويه، بس سميناها الاسم بتاعها الشير اللي هي كلمه ايه؟ الصماء. يبقى انت دلوقتي كده ودماغك خلاص جابت كده، لان انت بسم الله ما شاء الله بتفكر كتير ودماغك حلوه، عرفت ان المشتركه ديت بتشرك ما بين دي وما بين دي. بتجيب الصماء وبتجيب القنويه وتحطهم مع بعض في غده واحده اسمها الغده المشتركه. صح. نكمل. الغدد الصماء اعرف كده ان ديت الغدد لها افراز داخلي. افراز داخلي. وعايزك تعرف ان كلمه افراز داخلي يعني تفرز داخل الدم. اي حاجه تفرز خارج الدم في جسمك اسمها افراز خارجي. اي حاجه تفرز داخل جسمك بره الدم اسمها افراز خارجي. لكن الافراز الداخلي كل ما هو يفرز داخل الايه؟ داخل الدم. فالغدد الصماء بتفرز افرازاتها داخل الايه؟ الدم. طالما داخلي يبقى داخل الدم. طيب الغدد الصماء بتفرز مين؟ الهرمونات. والهرمونات دي اللي احنا بنتكلم عنها الحصه بتاعتنا. يبقى انا دلوقتي محتاج اعرف الغدد مين؟ الصماء، علشان اعرف منها مين؟ الهرمونات. وعرفت ان افرازها ايه؟ داخلي. داخل ايه؟ داخل الدم. حلو. طب تيجي نرسم كده رسمه توضيحيه للموضوع ده. اولا انت هتلاقي ان في خليه مثلا اهي، بيمشي براها هنا كده مثلا وعاء دموي. الخليه ديت او مجموعه الخلايا دول بيفرزوا بعض الافرازات اللي هي الهرمونات، وبتمشي في الوعاء الايه؟ الدموي. وعندك في ممكن يكون لها شكل تاني كده، الخلايا بيمشي فيها شعيرات دمويه وبيتم برضو افراز فيها الهرمونات وبتمشي داخل ايه؟ الشعيرات الدمويه. فده شكلين من الغدد الصماء. الغدد اللي بتفرز هرمونات، اوعى تنساها، داخل مين؟ داخل الدم. وانت عرفت من سنه ثانيه ثانوي ان الدم بيلف في جسمك كله، وان القلب هو اللي بضرباته وبنبضاته وبضخه للدم بيلف في الجسم كامل. فانت دورة اصلا الدمويه بتاعتك مغلقه، يعني زي مطرح ما بتبدا بيرجع تاني لمكانه. يعني الدم موجود في القلب اول ما بيحصل انقباض له وبيلف في جسمك بيرجع للقلب تاني، وبيلف على جميع اجزاء جسمك. يبقى الدم لازم يلف داخل جسمك كاملا. فبالتالي اي افراز للهرمون بينزل داخل الدم فهو بيلف لجسمك كامل عشان يروح فين؟ جدع، للمكان اللي هو هيشتغل فيه. يبقى انا عرفت دلوقتي ان الغدد دلوقتي شكلها ممكن يكون الشكل ده او الشكل ده، ان بعض الخلايا او خليه تفرز ايه في اللهم صل على النبي الهرمون بتاعها فين؟
في وعاء دموي جنبها، او بعض الخلايا يكون متغلغل فيهم بعض الشعيرات الدمويه اللي بيتم الانتاج فيها على طول مين؟ الهرمونات. طيب تيجي نقول بعض الامثله للغدد الصماء. وليكن عندي الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي بتفرز هرمون اسمه الثيروكسين، وهنتعرف عليه ان شاء الله خلال الفصل دوت، وهنعرف حاجات جميله جدا جدا في الهرمونات، يعني اوعى تفوتك بالله. يبقى انا عندي الغده الدرقيه، عندي الغده الكظريه، عندك السيده كلها اللي هي النخاميه، تعتبر ديت الايه؟ الرئيسه، المايسترو اللي اصلا بيتحكم فيهم. اللي بيتحكم في مين؟ بيتحكم في الهرمونات دي كلها، وهنعرف ازاي دلوقتي. طيب الى اخره بقى من الغدد. يبقى انا دلوقتي عندي غدد الصماء، الغدد اللا قنويه اللي انا هبدا ادرسها خلال الفتره ديت، او خلال دراسه مين؟ بالهرمونات. ده انا يمكن ما اتكلمتش فيها كتير، لان انا ان شاء الله هتاخدها انت بكل خصائصها وبكل تفاصيلها خلال الايه؟ الشرح بتاعنا. هنشرح دول ونخش بقى على الصماء دي بقى ايه؟ نفصصها حته حته كده. نكمل. هنيجي دلوقتي للغدد المشتركه. وزي ما احنا لسه قايلين ان الغدد المشتركه لازم يكون فيها جزء من الغدد الصماء وجزء من الغدد القنويه. هي غده واحده لكن بتجمع ما بين الوظيفتين. ولسه قايلين طالما غده مشتركه يبقى هتفرز افراز داخل الدم، وهتفرز افراز خارجي كعصاره يبقى موجود فيها ايه؟ انزيمات. طيب تعال نشوف بعض الامثله للموضوع ده. عندك غده مهمه جدا 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 وهي البنكرياس. البنكرياس ده يعتبر من الاعضاء او من الغدد المهمه جدا 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 داخل جسمك، اللي هي بدورها بتعمل لك حاجات مهمه قوي قوي. يعني فيها حاجه كده مهمه هناخدها ان شاء الله، هرمون الانسولين. تحت منه او حوالين منه مليون خط، ابحث عنه وهات معلومات عشان لما نيجي نشرحه تبقى انت دماغك كده ايه؟ من عماشي ساعتها. نكمل. غده البنكرياس تعتبر من الغدد المشتركه. هتقول لي ما انت لسه قايل بتفرز هرمون الانسولين. هقول لك ما انا لسه قايل فعلا هرمون الانسولين علشان تربطها بتفكيرك اللي هو بتاع سنه ثانيه ثانوي، لما عرفت ان البنكرياس بيفرز عصاره بنكرياسيه بتساعد لي في الهضم. يبقى كده هو بيفرز عصاره فيها انزيمات هضم، وفي نفس الوقت فيه بعض الخلايا فيه بتفرز هرمونات بتساعد لي الجسم في وظائفه واللي هي بتخرج في الدم. البنكرياس شكله بيبقى عامل زي ورقه الشجر كده. يبقى في قناه كده، يبقى ده الاثنى عشر كده لان هو بيصب فين؟ في الاثنى عشر. شكل توضيحي كده سريع. ده مين؟ ده البنكرياس. البنكرياس موجود فيه هنا كده قناه، ممكن نرسمها بلون تاني عشان تبقى اوضح. القناه دي بتفرز العصاره البنكرياسيه داخل الاثنى عشر. داخل مين؟ داخل الاثنى عشر. في عندك بعض الخلايا التانية اسمها جزر لانجرهانس، وده هناخدها ان شاء الله في دراسه البنكرياس، اللي هنعرف ان دي المفرزه للايه؟ الهرمونات. بس اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان هي فيها قناه بتفرز عصاره في قناه خاصه. دوت خصائص مين؟ الغدد الايه؟ القنويه لسه هنقولها. وبتفرز بعض الهرمونات من خلايا الى الدم زي نفس مين؟ زي الصماء. حلو. انا مش هقول لك بقى العصاره البنكرياسيه فيها ايه وانت عارف الكلام ده كله، واكتب في التعليقات لو تعرفهم وفاكرهم من سنه ايه؟ من سنه ثانيه، اللي هي العصاره البنكرياسيه. ماذا تحتوي العصاره البنكرياسيه؟ سؤال. تمام. نكمل. هنيجي نتكلم عن غده ثانيه من الغدد، خلي بالك، المشتركه او اللي فكروها غده مشتركه. ركز بالله عليك. انا الغده ديت انا بقول لك هم فكروها انها غده مشتركه، لكن هي مش غده مشتركه. بس هقول لك في الغدد المشتركه علشان تعرف حكايتها بس. لكن احنا هناخدها في الغدد القنويه. وركز. في غده عندك الكبد، اكبر غده في الجسم. الكبد اتكلم عنه العالم كلود برنار وقال والله ان الكبد بيفرز افراز داخل الدم. بيفرز افراز داخل الدم. ايه هو الافراز ده اللي بيفرز داخل الدم من الكبد؟ قال لك الجلايكوجين. الجلايكوجين ده سكر معقد.
بيتكون اصلا منين؟ من الاكل بتاعك. لما بتاكل انت اي اكل فيه جلوكوز يبدا يتكون في الكبد عندك على هيئه جلايكوجين. فكلود برنار لما لاحظ الافراز بتاع الجلايكوجين داخل الدم فقال والله ان الكبد ده عباره عن غده مفرزه داخل الدم، فكده تسمى وش غده صماء. وبما ان الكبد موجود فيه العصاره الصفراويه اللي هي بتفرز لي العصاره الخاصه بيها برضه عشان تساعد في الهضم، فادي كده يعتبر غده قنويه. فكده تم اعتبار البنكرياس على انه غده مشتركه. لكن مع تطور العلم وتطور العلماء والبحث الكتير قالوا والله يا جماعه ان الجلايكوجين ده اصلا ملوش علاقه بافراز الجسم، ما بيفرزش من الكبد يعني من جسمك، لا ده هو بيبقى متخزن السكر على هيئه جلايكوجين في جسمك. ده لا يعتبر افراز من الكبد نفسه. هو ده افراز بيفرز في الدم عشان يزود الدم بالسكر، لكن ليس افراز كهرمون من من الكبد. لكن فبالتالي هنا تم اعتبار الكبد غده قنويه، ودي اللي هروح لها دلوقتي. يبقى انت عارف دلوقتي البنكرياس في الغدد المشتركه، وان هو غده مهمه جدا جدا جدا. نيجي لجزء الغدد القنويه. الغده القنويه اكيد استنتجت الافراز بتاعها من الكلام اللي لسه قايلينه، فهي افرازها خارجي. الغدد القنويه افرازها افرازها خارجي. وكلمه خارجي يعني بتفرز خارج الدم وليس داخل الدم. لما تيجي نعرف كذا مثال للغدد اللي هي القنويه، واعرف كمان قبل ما اقول لك الامثله ان الغدد القنويه بتفرز عصارات في قناه خاصه. ولو جينا رسمنا رسمه هنقول مثلا وليكن ان انت عندك في قناه اهي بيتم افراز هنا من الخلايا اللي موجوده، بيتم افراز هنا العصاره او الماده الخاصه بالغده ديت، ويبدا يمشي في قناه خاصه بيه وبيأثر على جزء من الجسم اللي هو موجود فيه. غير هنا الهرمون بيخرج يمشي في الدم كله. يمشي فين؟ في الدم كله. يعني انت مثلا هرمون الانسولين علشان نشوف نسبته في الدم بناخد دم من اي حته في جسمك، هنا من اي حته في جسمك هنلاقي هرمون الانسولين موجود. اي نعم هو ما بيأثرش غير على مكان واحد بس، او ما بيأثرش غير على منطقه واحده بس في الكبد، لكن هو انا عشان هلاقيه في الدم كله لانه هو افرازه داخلي. لكن وليكن عندك مثال مثلا الغدد اللعابيه. الغدد اللعابيه الغدد اللعابيه تعتبر من الغدد اللي بتفرز اللعاب. واللعاب ده بيفرز فين؟ داخل الفم. يبقى افراز خارجي داخلي. افراز خارجي داخلي داخل داخل الفم. هل لو انا مثلا خدت عينه من دمك هلاقي موجود فيها اللعاب؟ طبعا لا. ليه؟ لان اللعاب بس بيفرز في الفم، وفي نفس الوقت لما بتيجي تاكل بينزل عليه اللعاب ده علشان يساعدك في عمليه الهضم. موجود فيه انزيم الاميليز علشان يهضم لي النشا، وهكذا، والكلام اللي انت خدته السنه اللي فاتت. عشان تعرف بس ان احياء اولى وثانيه ثانوي لما تعرفهم كده وتحفظهم او تفهمهم وتطلع بينهم بفيدباك معلومات جباره جدا هتساعدك جدا في سنه ثالثه في جميع الفروع بتاعت او اجزاء منهج احياء في ثالثه ثانوي. يبقى دلوقتي عرفت ان الغدد اللعابيه غدد بتفرز اللعاب في مكان واحد بس علشان تشتغل في الهضم. ديت غده. عندك وليكن الغدد الهضميه كلها اللي هي بتفرز العصارات الهضميه، دي برضه تعتبر فيها غدد قنويه لانها بتفرز في المكان ده بس، بتفرز العصاره في المكان اللي احنا قلنا عليه بس. ولسه قايلين دلوقتي ان الكبد اصلا يعتبر من الغدد القنويه عشان بيفرز العصاره برضه الصفراويه، وهي عصاره بتساعدني في الهضم. عندك الغدد اللبنيه، الغدد اللي بتفرز اللبن من الثدي. الغدد ديت بتبدا تعمل اللبن وبس موجود في الثدي بس علشان الرضيع، اكتر من كده مفيش. يبقى انت عندك الغدد القنويه كل مهمتها ان هي بتفرز لعصارات خاصه، ويبقى اوقات بيبقى فيها انزيمات بتفرز افراز خارجي يعني خارج الدم، بتفرز في مكانها في قناه خاصه بيها علشان تاثر في المكان اللي هي هتروح عليه فقط، لكن انا مش هلاقيها فين؟ مش هلاقيها في الدم. يبقى انت كده عرفنا بعض الفروق البسيطه، او عرفنا انواع الغدد الجلاندز في جسمك من الصماء المشتركه للقنويه اللي موجوده في جسمك، وكل حاجه وبعض المعلومات عنها. اي نعم الجزئيتين دول اللي هي الغدد المشتركه والغدد القنويه انت مش هتحتاج فيها قد كده، علشان كده المنهج عندك بيتكلم عن الغدد الصماء
وهتلاقي اصلا ان الغدد الصماء بتاثر برضو على غدد تانية ايه قنويه. فان شاء الله الجزء ده احنا ان شاء الله هنشمله مع بعض بطريقه حلوه. كل اللي محتاجه منكم بس ان انت تكون مركز وانت تكون متابع. لازم تعمل سبسكرايب وتعمل اشتراك وتعمل كل حاجه في اللي بتتعمل بقى في اليوتيوب من لايك ومن جرس والكلام ده كله عشان يجي لك كل جديد. اي فيديو ينزل هيجي لك ان شاء الله. بالله نتابع علشان ثالثه ثانوي السنه دي انتوا يعتبر سنه من اسعد السنوات اللي هتعدي على الثانويه العامه في مصر. والسنه اللي جايه كمان اللي هم في ثانيه السنه دي ابشروا انتوا برضو من السنين السعيده جدا اللي دخلت ثانوي في مصر. سنه اولى ربنا معاكم. تمام. فان شاء الله هنكمل بعد مسح السبوره، هنكمل جزء تاني ان شاء الله فين في الهرمونات عشان ندخل بقى على اسماء الغدد الصماء وبعض الخصائص بتاعتها وازاي بتشتغل. وهناخد عنوان كده كبير الغده النخاميه. اشوفكم بعد مسح السبوره. بسم الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. رجعنا تاني بعد ما مسحنا السبوره. خدنا في الجزء الاول خدنا شويه خصائص للهرمونات، خدنا اسامي بعض الهرمونات، خدنا تركيب الهرمونات، خدنا اكتشاف الهرمونات، واتكلمنا شويه عن انواع الغدد. فدلوقتي هنتكلم مع بعض عن الغدد الصماء كشكل اساسي او بسكشن خاص لوحده، وفي نفس الوقت هناخد غده من الغدد النهارده ان شاء الله وهي الغده النخاميه. فتعالوا نتعرف مع بعض دلوقتي على انواع الغدد الصماء اللي موجوده في جسمك، اللي احنا صنفناهم غدد صماء، غدد مشتركه، وغدد قنويه. يلا بسم الله. الغدد الصماء الغدد الصماء اسمها الاندوكرين جلاندز، يعني الغدد المفرزه داخليا اللي احنا قلناها بتفرز فين؟ في الدم. عندك تعال نجيب الغدد كده من ايه؟ من فوق لتحت. هنيجي اول غده الغده النخاميه. الغده النخاميه البيتيوتري جلاند. الغده ديت بيبقى شكلها عامل كده. الغده دي عباره ظهر قدام منك كده فص وفص، بس هي عباره عن 3 فصوص وهنعرفهم دلوقتي ان شاء الله. الغده النخاميه ديت بتبقى موجوده في الدماغ. يعني انت مثلا لو جينا اقرب نقطه ليها، لو دخلنا من الانف من هنا كده هتبقى هي في المنطقه دي كده، الحته دي كده. دي الغده النخاميه وهنتعرف عليها دلوقتي ان شاء الله بشرح كامل ليها باذن الله. تاني غده عندي تحتها على طول في الناحيه التالتة ديت الغده الدرقيه او الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند شكلها برضو مميز جدا، شكلها شبه الفراشه، شكلها عامل كده، وبتبقى محاوطه القصبه الهوائيه كده بالشكل ده. فدي الغده مين؟ دي الغده الدرقيه الثيرويد جلاند موجوده في المكان ده. الغده دي لها اهميه كبيره جدا برضو في جسمك، جسمك بيحتاجها بطريقه فظيعه. بص الهرمونات كلها جسمك اولا بيحتاجها بنسب بسيطه لكن مهمه جدا. اي خلل فيها صعودا او نزولا بتعمل مشاكل جباره. فانت اعرف كده ان الهرمونات يعني اهميتها في جسمك من المهام العاليه قوي 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 قوي. نكمل. تاني غده يعني نقلب الدرقيه دي الناحيه الثانيه. يعني دي شكلها كده الشكل الامامي ليك انت، الشكل الامامي، لكن تعالى نقلبها الناحيه الظهريه بتاعتها هنلاقي في غدد 4 اسمها غدد جارات درقيه. شكلهم عامل ازاي؟ شكلهم عامل كده بكل بساطه. انا هلف دي الناحيه الثانيه الاقي الشكل عامل كده اهي اهي. بلاقي غده هنا كده وغده هنا كده وغده هنا كده وغده هنا كده، بس هنا بيبقاش مين بقى عشان لو هنرسم بقى القصبه الايه؟ القصبه الهوائيه. فديت عندي غدد جارات درقيه، دي برضو بتفرز لي هرمونات برضو موجوده فين؟ في الدم. هنيجي برضو الغده اللي بعدها، ودي غده انا مش هتطرق ليها شويه قوي في الدراسه لان الغده دي هتبقى خاصه شويه بالمناعه، وهي الثايموس جلاند او الغده التيموسيه. الغده التيموسيه او لها اسم تاني اللي هي الزعتريه. الغده ديت بتبقى ضامره بعد البلوغ، ما بيبقاش لها شغل قد كده بعد البلوغ، تبقى موجوده بس ايه فتره قبل البلوغ بتبقى موجوده، بتبقى لسه ايه مناعتك لسه بتتاسس او بتشتغل. وده هنعرفها في المناعه بطريقه اكبر شويه، بس انا ذكرتها لك هنا لانها تعتبر من الغدد اللي بتفرز فين؟ في الدم، اللي اسمها ايه؟ الثايموس جلاند او الغده الزعتريه او الغده التيموسيه. هننزل بعد كده هنلاقي عندنا غده مهمه جدا، غده احنا قلنا ان هي غده مشتركه جدع اللي هي البنكرياس. غده ايه؟ عندي البنكرياس. غده البنكرياس شكلها عامل زي ورقه الشجره كده،
لا عامله كده وفيها تفرعات كده داخليه، وده نتعرف عليها كلها. يعتبر غده من الغدد المهمه جدا برضو جدا في جسمك، وبتبقى موجود حوالين منها كده الايه، الاثنى الاثنى عشر. ده بالنسبه لغده ايه، البنكرياس. نيجي بعد كده هنلاقي بعد غده البنكرياس هنلاقي في عندي غدتين. غدتين ركز، الغدتين دول شبه بعض. الغدتين دول بيفرزوا لي برضو هرمونات فين، في الدم. بس الغدتين دول موجودين في مكان خاص. انت عندك كم كليه في جسمك؟ عندك كليتين. فعندك من الغده ديت اتنين، اللي هم الادرينال جلاند او الغده الكظريه. الغده الكظريه الادرينال جلاند عندك اتنين منهم، يبقوا فين؟ موجودين على الكلى. بتلاقي الكلى اهي، وهي بتبقى ايه، فوق الكلى هنا كده. دي الغده الايه، الكظريه. فانت عندك منها اتنين على كل كليه واحده، فانت عندك ايه، اتنين. والغده ديت بتتميز ان فيها جزئين بيفرزوا، يعني فيها جزء قشره، القشره اللي بره، القشره اللي بره دي، وفي جزء منها نخاع الداخلي، ده مفرز وده مفرز. وهنتعرف على الهرمونات دي، وهنتعرف على الهرمونات دي ان شاء الله خلال ايه، خلال الشرح. هنيجي بعد كده عند الغدد بتاعه المناسل بقى. هنيجي عند غده الخصيه او التستس. الغده ديت، غده الخصيه تعتبر غده مشتركه، بس انا بقولها معايا علشان بتفرز هرمون في الدم. الخصيه بتفرز هرمونات ايه؟ بتفرز التستوستيرون والاندروستيرون كهرمونات ذكريه، وفي نفس الوقت بتفرز لي الحيوانات المنويه، بتخرج في قناه خاصه بيها. هي تعتبر غده مشتركه. مين؟ ها ركز، التستس او الخصيه. نيجي بعد كده لاخر حاجه، المبيض او الاوفري. المبيض ده يعتبر من الاجزاء اللي موجوده في الجهاز التناسلي الانثوي، اللي بينتج البويضات او موجود فيه البويضات او بيحصل نضج البويضه فيه. فالمبيض ده بيفرز لي هرمونات زي الاستروجين والبروجستيرون اللي هو هرمون الحمل. فالاثنين دول يعتبروا من الغدد التناسليه، او من في الاجهزه التناسليه الموجوده في الانسان، سواء الميل او الفيميل، الذكور او الاناث. بالتالي دول غدد عندي مفرزه، المبيض والايه والخصيه. يبقى انا كده ذكرت عندي الغدد الصماء اللي موجوده في جسمي، اللي انا هبدا اشتغل ايه عليها خلال الايه الفصل ده. وفي غدد تانية زياده عن كده هنعرفها برضو كلها ان شاء الله بكل افراداتها بجميع الهرمونات اللي هتبقى موجوده، وهنتدرب عليها وهنخلص الدنيا دي كلها. فبالله عليك، انا كل اللي محتاجه منك ان انت تركز جدا 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 في الجزئيه دي. جزئيه الهرمونات ليه مهمه؟ الهرمونات شغلها شغل فسيولوجي داخلي شويه. يعني انت بتشوف جسمك بيشتغل ازاي، ان ازاي هرمون بوحده صغيره جدا خالص او حاجه بسيطه خالص بتاثر على جزء في جسمك. وفي نفس الوقت الهرمون ده متفرع، يعني انا اقدر اربط لك اي جزء عندك في المنهج بالهرمونات بتاعتك. فعلشان كده الاسئله اللي هتجيلك باذن الله، اللي هتبقى اكيد اسئله فيها شغل، هتبقى اسئله مرتبطه ببعضها. اعرف كده حبيبي ان شاء الله في الامتحان هو عمره ما هيديك سؤال مباشر من جزء مباشر. يعني مش هيجيب لك مثلا، يجي لك كده في المناعه مثلا، او في الدعامه، او في الحركه، او في اي جزء انت بتاخده، ويقول لك ايه، خد السؤال ده مباشر. هو مش هيعمل كده، هو بيشرح لك كل جزء على حده. لكن في الاسئله هتلاقيه رابط لك واحد باثنين بثلاثه باربعه بخمسه. فانت لازم تكون فاهم ومتخيل. وانا دايما اقولها، الاحياء ايه، بتتحس. الاحياء بتتحس، يعني انت بتحس جسمك، انت حس جسمك كانسان شغال ازاي. فانت لما تحس الاحياء هتفهمها، ولما تفهمها، او خلينا نتخيلها الاول، حسها يا عم، وبعد كده تخيلها، بعد كده هتفهمها، وبعد ما تفهمها هتبقى محتاج منك حفظ بسيط. فانت لما تحفظ بسيط خلاص، انا كده ايه، انا هحفظ الاجزاء المهمه، وفي نفس الوقت مع فهمي الحاجه هلاقي دماغي بتسجل معلومات. ما هو انت يعني ايه فهم؟ يعني ان انت بتفهم وليكن مثلا تعالى باس واي مثلا، او طريق من 1 إلى 10. فمن 1 إلى 10 انا لو فهمت الطرق دي ماشيه ازاي من غير ما احفظ من 1 إلى 10 بيقول ايه، اللي هو الحفظ اللي هو بقعد ايه، اقعد اكرر كتير كده، لا، هبدا افهم من 1 ل10 بيقول ايه لما انا اعرف بيتكلم ازاي. فانا لما اتخيل اللي بيحصل هنا، وافهم اللي بيحصل هنا، واحفظ شويه مصطلحات،
انا كده اشتغلت، انا كده المعلومه بقت هنا في دماغي. محتاجه ايه المعلومه؟ محتاجه ان انا اقراها مره واثنين بس علشان اقدر ان اخش اشتغل عليها. لكن كفهم انا خلاص فهمتها. تخلص سنه دراسيه ما تخلصش سنه دراسيه، اجي اسالك في سؤال بعد كده الاقيك معايا. المشكله اللي كانت موجوده في النظام القديم ان انت كنت كطالب بتاخد المنهج صب كده، يعني ايه بصمج يابا، بصمج المنهج كله في ايه، في دماغك، وبعد ما بتخلص بصمجه المنهج في دماغك تيجي تخش على الاسئله برضه تبصمج الاسئله، هتطلع بعد خلص السنه الدراسيه بتاعتك ابيض يا ورد. ريستارت، مسحت كل حاجه. لكن انت في النظام الجديد، وده اللي مفضل جدا، ان انت لازم تطلع بمعلومات. يعني تخلص سنتك الدراسيه من هنا، لو قعدت معاك على قاعده كده بنتكلم كده قاعده علميه واتكلمنا في اي حاجه من اللي انت خدتها، الاقيك متابع معايا وبتقول، مش شرط تكون حافظها 100%، بس يكون انت جايب المعلومه. تمام. نكمل عشان وقت الفيديو بتاعنا. هنخش بعد كده على الغده الايه، الغده النخاميه، وهنفرمها دلوقتي فرم حرفيا بكل الايه الحاجات اللي فيها ان شاء الله. وباذن الله هننزل حل بصفه دوريه، بس انا ايه مستني حاجه كده ان شاء الله، اضافه كده بضيفها عندي في القناه باذن الله. ده اول ما تيجي باذن الله هننزل حل ايه ان شاء الله على طول. هنمسح السبوره ونرجع تاني، ما تروحش بعيد. بسم الله. رجعنا تاني بعد ما مسحنا السبوره. هنتكلم دلوقتي عن الغده النخاميه. هي تعتبر ديت اول غده هنشتغلها في الفصل الهرمونات معانا، فركز بالله عليك. الغده النخاميه او البيتيوتري جلاند، الغده ديت سميناها الغده المايسترو. اتسمت ايه؟ الغده المايسترو، او لها اسم تاني اللي هي سيده الغدد. واحنا لسه قايلين من شويه ان سيده الغدد او المايسترو او الغده النخاميه دي تعتبر غده بتنبه غدد كتير في الجسم، او بتنبه الغدد الاخرى من الغدد الايه، من الغدد الصماء. تعال نتعرف على شكلها، ونتعرف على مكانها، ونتعرف على حجمها، ونتعرف على كل حاجه فيها. اولا، الغده النخاميه لها شكل مميز، شكلها عامل كده. الغده النخاميه عباره عن 3 فصوص هنعرفهم دلوقتي. الغده النخاميه حجمها حجم حبايه البسله. عارف البسله؟ هي حجم حبايه الايه، البسله. موجوده فين؟ موجوده تحت المهاد. يعني انت عندك الهايبوثالاموس، او تحت المهاد، منطقه تحت المهاد. في المنطقه دي كده هي يعتبر حلقه الوصل ما بين اصلا المخ هنا الذاتي، العصب الذاتي، والغدي هنا. ده منطقه اسمها تحت المهاد اللي هي الهايبوثالاموس. هي موجوده فين بقى؟ هي موجوده تحت المهاد، يعني هي موجوده تحت منه ايه، تحت الايه، المهاد. بتتكون من ايه؟ ادي عندك فص امامي، وعندك فص خلفي، وفي هنا كده فص اوسط، فص ايه اوسط، وعندك هنا العنق، عنق الغده النخاميه، وعندك دي منطقه ايه، تحت المهاد زي ما قلنا. وفي نفس الوقت اعرف كده ان انت عندك في خلايا عصبيه، خلايا ايه، عصبيه بتبقى موجوده هنا كده. احنا عارفين شكل الخلايا العصبيه، الخلايا العصبيه اللي احنا عارفين شكلها العادي هي كده اهي، اللي هي بتتكون من ايه، من راس او جسم خليه، ومحور، ونهايات. ها، دي خليه عصبيه. فانا عندي في خليه عصبيه ممتده من منطقه تحت المهاد من الهيبوثالاموس، نازله فين؟ في الجزء الايه، او الفص الايه، الخلفي من الغده النخاميه. الغده النخاميه الفص الامامي ده والفص الاوسط ده، الاثنين دول بيعملوا افرازات غديه. افرازات غديه يعني هما الاثنين بيفرزوا في الدم، الاثنين بيتم افراز الهرمونات فين؟ في الدم. بس ده افرازات او جزء غدي، يعني الهرمونات اللي بتطلع من المنطقه دي بتبقى مفرزه بواسطه غده، هي الغده الايه، النخاميه. هتقولي طب ما دي برضو غده نخاميه، هقول لك استنى. انت عندك الجزء الخلفي او العنق، الاثنين دول يعتبروا افرازات عصبيه، او الجزء العصبي. ازاي؟
لان انت عندك في خلايا هنا اهي، الخلايا العصبيه هي اللي بدورها بتفرز الهرمونات. ركز، الخلايا العصبيه بتفرز الهرمونات وبيتم تخزينها فين؟ في الفص الخلفي. لكن انت عندك الفص الامامي ده هو اللي بيعمل الهرمونات بواسطه برضه تنبيه من ايه؟ من الاعصاب او من المخ. فالمخ هو لما في هرمونات، انت ممكن مثلا مش هنتدرج فيها كتير، في هرمون بينبه الجزء ده انه يعمل اصلا هرمونات. فاهم الفكره فين؟ فدي خلاها على جنب شويه، انت اعرف بس الحاجه المخصوصه بيك. اول حاجه اللي انت محتاج تعرفها، انت اولك هنا، اولك مش جاي من هنا. فانت لو هتجيب اولك جاي من هنا، في حاجات كتير انت المفروض تعرفها بس هي مش مقرره عليك دلوقتي. فانا اللي عايزك تعرفه من اول الغده النخاميه. فانت عندك الفص الامامي في الغده النخاميه والاوسط، هم دول اللي بيعملوا لي هرمونات جايه من جزء غدي، يعني الافراز بتاعهم غدي. لكن انا هنا افرازهم ايه؟ عصبي. ليه؟ لان انا عندي في خلايا عصبيه هنا موجوده في الهيبوثالاموس تحت المهاد، هي اللي بتخلق لي او بتعمل لي الهرمونات، وبالتالي بيتم تخزينها فين؟ في الفص الخلفي. يبقى بيتم افراز، سؤال، بيتم افراز الهرمونات من الجزء الخلفي او من الجزء العصبي من الغده النخاميه، بيتم افرازه منين؟ يفرز للدم منين؟ من الفص الخلفي. لكن بيتم افرازه بس كده او تخزينه منين؟ من الايه؟ الخلايا العصبيه الموجوده فين؟ تحت المهاد. عرفنا الدنيا؟ عرفنا. طيب، عندك الجزء الغدي بيحوي على بعض الهرمونات المهمه جدا والهرمونات المنبهه واللي هنعرفها كلها دلوقتي اسما وشغلا. نبدا بسم الله. الجزء الغدي عندك اول هرمون مهم جدا، ودوت الكلام فيه يعني مهما يطول بيبقى حلو ومهما يطول مش هنخلصه، وهو هرمون الجي اتش، هرمون النمو. هرمون النمو، انت بتكبر يقول لك ايه؟ كل عشان تكبر، كل عشان تكبر. هو ده بقى الهرمون اللي اسمه النمو، اللي احنا هنتعرف عليه دلوقتي بيشتغل ازاي وبيعمل ايه وايه امراضه وايه دنيته والكلام ده كله. ده هرمون مين؟ هرمون النمو. نيجي بقى لعندك هرمونات تعتبر هرمونات منبهه لغدد تانية. هرمونات ايه؟ منبهه لغدد تانية. اول حاجه عندك التي اس اتش. التي اس اتش ده هرمون يعتبر المنبه للغده الدرقيه. كنا لسه كاتبينه هنا فين؟ في السبوره اللي فاتت. الغده الدرقيه ديت تعتبر الغده المفرزه لهرمون مين؟ ثيروكسين. جدع. هرمون الثيروكسين ده علشان ينتج او علشان يفرز من الغده الدرقيه محتاج تنبيه، محتاج منبه. ايه هو المنبه؟ هو الهرمون ده اللي هو التي اتش ده. التي اتش ده اللي هيجي منين؟ اللي هيجي من الفص الامامي، اللي هيروح فين؟ اللي هيروح للغده الدرقيه، يقول لها ايه؟ اعملي الثيروكسين. يبقى انت عندك الهرمونات المنبهه، انا مش هتكلم فيها كتير قوي. ليه؟ لان احنا هنتكلم على كل هرمون منهم في وقته، بس انا هديك لمحه عن كل واحد فيهم علشان احنا النهارده هنشتغل على مين؟ على الجي اتش بايه؟ بشكل اكبر واوسع النهارده. وبرده الايه؟ شغل الاي دي اتش برضه هنشتغل عليه في الايه؟ في الجزء العصبي. بس ركز معايا بس بالله عليك في الجزء ده. يبقى انت عندك هرمون التي اس اتش ده المنبه للغده الدرقيه. يعني الهرمون ده بيروح رايح للغده الدرقيه، يقول لها ايه؟ افرزي هرمون الثيروكسين. تفرز هرمون ايه؟ الثيروكسين. وبعد ما تفرز هرمون الثيروكسين، لو الثيروكسين زاد في الدم ووصل للليفل اللي هو محتاجه، مش عايز يزيد عن كده، في بقى حاجه اسمها التغذيه الراجعه. التغذيه ديت ان ايه؟ التغذيه الراجعه ان في بعض الهرمونات اللي بتفرز من الغده الدرقيه بترجع تاني تروح للنخاميه تقول لها ايه؟ انا كده بقيت ليفل كويس في الدم، انا مش محتاج ازيد عن كده، علشان لو زدت عن كده يحصل مشاكل. فبالتالي لازم يقف مين؟ التي اس اتش. لازم يقف افرازه. ليه؟ علشان كل ما هو بيفرز كل ما الغده جدع الدرقيه هتفضل تفرز مين؟ الثيروكسين الثيروكسين الثيروكسين. فده ممكن يعمل لك ايه؟ مشاكل. وده هنتعرف برضو على الامراض بتاعته خلال دراستنا لمين؟ للغده الدرقيه. نيجي عندنا لواحد تاني وهو الاي سي تي اتش. الاي سي تي اتش ده يعتبر منبه لمين؟ للغده الكظريه. والغده الكظريه عرفنا ان احنا عندنا كام جزء فيها؟ عرفنا ان احنا عندنا ايه؟ جزئين، جزء القشره من بره والنخاع. وهي كام واحده؟ اتنين برضو. يبقى انت عندك هي كام جزء مفرز؟ اتنين، قشره ونخاع. وهي اصلا كام غده؟ اتنين. كل واحده موجوده فين؟ على الكلى اليمين والكلى الايه؟ الشمال. يبقى انت عندك كده ايه؟ كام غده كظريه؟ اتنين. وكم جزء مفرز في الغده الكظريه؟ اتنين، القشره والنخاع الداخلي. لو جينا رسمنا الغده الكظريه بس رسمه سريعه كده، بس احنا لو جيت عملت لك كده اهي، هو شكل الغده عامل كده، عامل كده فوق الايه؟ فوق الكلى. انا قطعته كده،
وجبته لك ده هنا كده، فانت هتلاقي ان ده جزء كده اهو، اللي جوه ده النخاع، واللي بره دي القشره. الاي سي تي اتش ده منبه للقشره. منبه لمين؟ لقشره الغده الكظريه، وليس للايه؟ للنخاع. وده هنعرف برضو ايه الهرمونات اللي بتاثر عليها علشان ايه تخرج. انت عندك في بعض الهرمونات، اصل القشره ديت تعتبر تكوينها ليبيدات دهني، فطبيعي هتنتج لي هرمونات الدهنيه اللي هم كام؟ اللي هم السبعه اللي احنا ايه قلناهم. هي مش السبعه بس، يعتبر الهرمونات الدهنيه بتنتج منين؟ من القشره، علشان تعتبر هي اصلا ايه؟ منشأها دهني، زي مثلا الكورتيزون والكورتيكوستيرون والكلام ده كله. احنا ان شاء الله هنشتغل عليهم باذن الله في ايه؟ في الجزء الخاص بالغده الكظريه. وانت عرفت عندك ان الاي سي تي اتش ده المنشط او المنبه لقشره الغده الكظريه. انت كده خدت هرمونين منشطين معايا في الغده الايه؟ الغده النخاميه. يبقى الغده النخاميه اول حاجه خدناها الجي اتش وما اتكلمناش عنه خالص، لان ده انا هتكلم عنه في سيكشن خاص لوحده. خدت التي اس اتش. التي اس اتش ده هو المنبه للغده الدرقيه. وعندك الاي سي تي اتش ده المنبه لمين؟ لقشره الغده الكظريه. يبقى كده الهرمونين دول لازم تكون انت ملم بيهم، عشان في وقتها باذن الله نعرف هنشتغل عليهم ازاي. تمام؟ طيب نيجي لاثنين تانيين، وهم الاف اس اتش وعندك ال اتش. الهرمونين دول من الهرمونات المهمه جدا 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 لخصوبه الذكر والانثى، وفي نفس الوقت مهمين جدا جدا للانثى في وقت الحمل وفي وقت الدوره الشهريه وفي وقت الكلام ده كله. زي ما قلت لك ان الباب ده، الجزء الهرمونات ده في جزء منه مهم جدا جدا نحتاجه في التكاثر ان شاء الله في الهرمونات الجنسيه باذن الله. فيعتبر الاف اس اتش والال اتش ده اول هرمونات انت بتاخدها اهو تبع الهرمونات الايه؟ التكاثر. ان شاء الله هنبدا ناخدها، اللي هنعرف مهمتهم ايه خلال ايه؟ فصل التكاثر. بس طبعا اكيد مش هنسيبك كده ونمشي ونقول لك ايه في التكاثر ان شاء الله، لا هنتكلم عنهم دلوقتي. عايزك تعرف ان ال اتش ده اعرف عنه كلمه الاصفر. كلمه الايه؟ الاصفر. وده اعرف عنه كلمه المحوصل. والله انت اعرفهم بس كده، انت احفظهم اف اس اتش وال اتش احسن، وهتعرف وظائفهم ان شاء الله. انا بس بديك دول كده لان هم فعلا اسمهم كده، يعني هم ليهم الاسم المعرب ليهم هي الاسامي اللي زي كده. تمام؟ بس انا هنبدا دلوقتي نتعرف عليهم بال اتش واف اس اتش. اعرف كده معايا ان الاثنين دول بيأثروا لي على مين؟ على الميل، وبيأثروا على مين؟ على الفيميل، على الذكر والانثى. ها يلا نعرف ده بيأثر ازاي وده بيأثر ازاي. الاف اس اتش لو جينا اتكلمنا عليه وقلنا دلوقتي ان الاف اس اتش دوت المحوصل او اللي بيعمل لي حويصله. طيب كلمه حويصله دي انت هتعرفها ان شاء الله، او انت تعرفها ان شاء الله في التكاثر، اللي هي اللي بتعمل لي نضج للبويضه. فين؟ في المبيض، في حويصله اسمها حويصله جراف. وده نعرفها فين؟ برضه في التكاثر. ممكن انزل فيديو ان شاء الله صغير باذن الله على القناه، هيبقى بقى الكتابه ان شاء الله، هيبقى مثلا في التابلت باذن الله هنكتب كده عليه، وهخطط لكم الاف اس اتش والال اتش وتاثيره على الدوره الشهريه، او على ايه؟ على الجزء الخاص بالايه؟ بالفيميل. تمام؟ يبقى انت عندك الاف اس اتش هو اللي بيعمل لي حاجه اسمها حويصله جراف، اللي بتعمل في المبيض علشان تعمل لي نضج لمين؟ نضج للبويضه. ده لمين؟ ده الاف اس اتش. وبالتالي بيقوم بتحفيز انتاج هرمونات. ما احنا عرفنا دلوقتي ان المبيض، او احنا كنا عارفين ان المبيض يعتبر غده صماء عشان بيفرز لي ايه؟ هرمونين، الاستروجين والبروجستيرون. فالاف اس اتش ده لما هيعمل لي حويصله جراف، حويصله جراف ديت هينتج عنها هرمون الاستروجين. هرمون مين؟ الاستروجين. خلي بالك، يبقى انا دلوقتي الاف اس اتش في الاناث هيعمل لي ايه؟ حويصله جراف. ليه؟ عشان تعمل لي نضج للبويضه. نضج لمين؟ للبويضه. وبالتالي خلال حويصله الجراف لما بتكون موجوده ان شاء الله بيتم انتاج هرمون مين؟ الاستروجين. فين؟ في المبيض. وركز بالله عليك، ده بنتكلم عن مين دلوقتي؟ على الاف اس اتش. الاف اس اتش. طيب ده بالنسبه لمين؟ للاناث. طب نيجي للذكور، هنلاقي ان الاف اس اتش ده المسؤول عن الانويبيبات المنويه.
على الانابيبات الايه المنويه، يعني هو دوت المسؤول عن انتاج الحيوانات المنويه. فين؟ في الذكور. ده مين؟ ده الاف اس اتش. ما هو بيفرز هنا وبيفرز هنا. اولا مهما اقول برضو في جزء صغير كده في السبوره في الجزء ده مش هقدر اوفي كل الشغل الخاص بمين؟ بده وده، الاف اس اتش والال اتش. في هرمونات، عشان بس ما تتبرجلش او ما تتلخبطش او ما تفكرش ان انا ما بدكش المعلومه كامله. في هرمونات كده كده احنا هنجيبها، وفي هرمونات ممكن نقعد شويه على ما نجيبها. يعني التي اس اتش والاي سي تي اتش، الاثنين دول حرفيا انت خلاص ممكن الفيديو الجاي ان شاء الله والفيديو اللي بعده هنشتغل فيهم وخلصت. لكن انت عندك الاف اس اتش والال اتش، ديت هرمونات من الهرمونات اللي احنا هنشتغلهم ان شاء الله في التكاثر. فاحنا على ما نوصل للتكاثر اولا هتكون انت نسيت اللي انا بقوله ده، او هيبقى دماغك مش متذكره قوي. فانا ان شاء الله الجزء ده الخاص بالاف اس اتش والال اتش انا هنزل له فيديو ثاني صغير هيبقى ملحق بمين؟ بالفيديو ده. الفيديو ده ان شاء الله هينزل في اقرب وقت ممكن باذن الله، وان شاء الله الجزء ده هينزل بعد منه ان شاء الله ايه مباشره. فانت عايزك تحصل المعلومه اللي انا بقولها لك تبقى معاك كبند او كتايتل كده في دماغك. احنا ان شاء الله هنكمل عليه على مين؟ على الاف اس اتش والال اتش. انا بس محتاج بس انا ايه اخلص الغده النخاميه بالهرمونات بتاعتها ببعض الخصائص ليها، علشان ان شاء الله نتابع بقى ايه شغل هرمونات ايه كله على القناه ان شاء الله. ما تنساش انك تعمل سبسكرايب، وما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تفعل زر الجرس يعمل ترين 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 ده ماشي. هتلاقي عندك كده على ايه جنب الايه الاشتراك. واكتب كومنت، اكتب اي حاجه انت عايزها بس يكون سؤال، يعني ما حدش يكتب اي حاجه يعني سؤال. اكتب اي حاجه انت ايه محتاجها ان شاء الله هننزلها باذن الله في الايه خلال الايه الفتره الجايه. وان شاء الله احنا مع بعض ان شاء الله طول السنه، والسنه طويله ان شاء الله. مش طويله قوي ماشي، ما حدش يغره الكلمه مش طويله قوي. تعرف كده يا ابني هي في ثالثه ثانوي لسه السنه ايه مش طويله قوي خلاص. احنا يعتبر عدى شهرين من السنه، شهرين من السنه اللي انت ايه ضغطره كده عن دماغك 60 يوم كده ايه ولوا. احسب دنيتك يا ابني كده وايه وظبط ادائك علشان ايه احنا خلاص انت داخلين على فتره اسمها فتره الغفله. بمجرد ما تخش الفتره دي هتعمل كده هتصحى تلاقي نفسك في شهر 2. ركز بالله عليك، هتنام كده تلاقي نفسك في شهر 2. شهر 2. احنا في شهر كام دلوقتي؟ في شهر 10. شهر 10 في اول 10 اهو 1/10. احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لما تيجي باذن الله ندخل على شهر 2 هتلاقي ان الفتره دي كلها انت كنت غافل فيها الا القليل يعني. فبالله عليك ركز، بالله عليك شغل دماغك كمل. يبقى انا دلوقتي الاف اس اتش مهمته في الذكور ان هو ايه بيعمل لي انتاج الحيوانات الايه المنويه. طب في الاناث بيعمل لي ايه نضج الايه للبويضه بواسطه حويصله ايه جراف اللي بينتج عنها انتاج هرمون مين؟ الاستروجين. طيب نكمل. عندك هرمون الثاني اللي هو ال اتش، والاثنين دول تابعين لبعض. خلي بالك الاثنين دول توابع لبعض، الاثنين دول بيجوا ايه ورا بعض كده. ال اتش بالنسبه للانثى بمجرد خلي بالك نضج البويضه او حويصله الجراف خلصت مهمتها بانها عملت نضج للايه للبويضه، بيجي ال اتش يعمل لي انفجار او بيخلص لي البويضه اللي نضجت ديت من مين؟ من حويصله الجراف. فبيحول حويصله الجراف لجسم تاني اسمه جسم اصفر، عشان كده اتسمى بالايه بالاصفر. اتسمى بالايه بالاصفر او المصفر. يبقى ال اتش ده هو اللي هيعمل لي تدمير او تفجير لحويصله ايه جراف اللي هينتج عنها مين؟ الجسم الاصفر. والجسم الاصفر ده مهمته حلوه قوي ان هو بيعمل لي هرمون الايه البروجستيرون اللي هو هرمون الحمل. يبقى الهرمون ده هو اللي بيزود بطانه الرحم بقى علشان ايه يستقبل الجنين. وفي نفس الوقت برضه هنعرفها اكتر ان شاء الله في الفيديو اللي ان شاء الله هينزل على الاف اس اتش والال اتش باذن الله. طيب ال اتش مهمته في الايه عند الرجاله ايه عند الذكور ايه؟ هو ده المسؤول عن انتاج الهرمونات الجنسيه. وانت عندك عرفت هرمونين اللي هم التستوستيرون والاندروستيرون. التستوستيرون والاندروستيرون. ال اتش ده هو المسؤول عن انتاج الايه الهرمونات فين؟ في الخصيه. فكده عشان انت عرفت انت الخصيه تعتبر ايه غده مشتركه، فبالتالي بتفرز حيوانات منويه وبتفرز لي هرمونات. لكن الاوفري اللي هو المبيض يعتبر غده ايه صماء عشان بيفرز لي مين؟ الاستروجين والبروجستيرون. انت كده عرفت عندك كمان ايه هرمونين اهو. يبقى احنا كده خدنا ايه اي اس اتش اي سي تي اتش والاف اس اتش والال اتش. ده كله انا بتكلم في مين؟ في الجزء الغدي. لسه ما جيتش على هرمونات الجزء العصبي خالص. هم هرمونين ان شاء الله وسهلين مفيش فيهم ايه مفيش فيهم اي مشاكل. نيجي على هرمون تاني اسمه البرولاكتين.
هرمون البرولاكتين، وركز معايا بالله عليك، البرولاكتين، كلمة لاكتين، كلمة لاكت، انت على دراستك للأحياء من ساعة سنة أولى لما قلنا لك كلمة لاكتوز أو جالاكتوز، فكلمة لاكت مخصوص بالإيه؟ باللبن، جدع. فأنت عندك البرولاكتين ده هرمون مهم جدا لإنتاج مين؟ لإنتاج اللبن. وإنتاج اللبن ده بيتم فين؟ في الإناث. عشان إيه؟ عشان البيبي. فالبرولاكتين ده هو اللي بينتج لي اللبن فين؟ في الثدي. يعني هو كده البرولاكتين، خلي بالك، هرمون مفرز من الفص الغدي من الغده النخاميه، بيروح ياثر لي على الغدد اللبنيه اللي هي كانت غدد ايه؟ جدع، قنويه. يبقى البرولاكتين بيروح ياثر على الغدد اللبنيه اللي هي غدد ايه؟ قنويه، عشان تفرز مين؟ تفرز لي اللبن اللي بدوره العيل الصغير البيبي لما يتولد هي ايه؟ هياكل ويشرب زي ما انت بتاكل وتشرب دلوقتي. ما هو الاكل البيبي ايه؟ لبن. حلو. طيب عندك الغدد اللبنيه بيبقى شكلها عامل كده، يبقى شكلها عامل كده. دي الغدد اللبنيه. الغدد اللبنيه بتفرز جوه منها هنا كده اللبن. اللبن لما بيفرز في الغدد اللبنيه، وركز، هو تم افرازه وخلص. انا كده تم افراز الايه؟ اللبن كده وايه؟ وخلص. لكن هل الجنين قدر ياخده؟ لا. ليه يا عم الحاج؟ محتاج هرمون كمان علشان يخرج لي مين؟ اللبن ده. وده اللي هنعرفه دلوقتي في هرمونات الجزء مين؟ العصبي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الهرمونات اللي بتفرز من الفص الامامي والاوسط او الجزء الغدي من الغده النخاميه كام واحد؟ تعال نعدهم مع بعض. الجي اتش واللي لسه ما اتكلمناش عنه، التي اس اتش وعرفنا شويه معلومات عليه، الاي سي تي اتش، الاف اس اتش والال اتش، واتكلمنا عنهم بطريقه يعني اسرع شويه، وايه يعني يعتبر عملنا اختصار شويه للجزء ده، وقلنا ان شاء الله هننزله في فيديو تاني بالذات الاف اس اتش والال اتش. وعندك البرولاكتين اللي هو بينتاج الايه؟ انتاج اللبن، اللي هو بيأثر على الغده اللبنيه علشان تعمل مين؟ اللبن. ديت الهرمونات المفرزه او المفرزه منين؟ من الجزء الغدي. عندك الجي اتش هرمون نمو لوحده، والباقي كلهم منبهات بينبهوا مين؟ الغدد الثانيه، الغدد الصماء او الغدد اللي عرفت الغدد الايه؟ القنويه، علشان ايه؟ تنتج لي الهرمونات او تنتج اللبن فين؟ كالبرولاكتين. ده بالنسبه لمين؟ للجزء الغدي. طيب هناخد واحد دلوقتي اللي هو في الجزء العصبي، اللي هو بيأثر على مين؟ على الغدد اللبنيه او على الثدي. هو دوت اللي هنشتغل عليه عشان هنمسح السبوره، وهناخد اخر هرمونين ان شاء الله معانا فين؟ في جزء الغده الايه؟ الغده النخاميه. انت عندك الجزء العصبي اللي هو بيفرز من منطقه تحت المهاد. عندك هرمونين، هرمون اسمه الاي دي اتش، الاي دي اتش، وهرمون تاني اسمه الاوكسيتوسين. انا عارف ان الاسامي ممكن تكون غبيه شويه. الاوكسيتوسين سهل، هو متناغم. الاوكسيتوسين، الاوكسيتوسين، ما اعتقدش في حاجه هنا صعبه. برولاكتين، اف اس اتش، ال اتش، جي اتش، تي اس اتش، اي سي تي اتش، مفيش في اي حاجه صعبه. لسه الاسامي المكلكعه لسه ايه؟ ما دخلناش عليها شويه. بس ان شاء الله هنحاول في كل اسم ان احنا ايه؟ نسهله لك شويه في الايه؟ في نطقه ليك، وان انت تعرف ايه؟ تقراه كويس، تقراه او ايه؟ يثبت في دماغك. اعرف اكتبه الاول، دي حاجه. تاني حاجه حاول انت تتمرن ايه؟ تتمرن عليه. يعني مثلا ايه؟ الاوكسيتوسين، اوكسيتوسين، اوكسيتوسين، بس سهل. انت عايز بقى تجيبه بقى بطريقه تانية، باغنيه فيه كده، بسم الله ما شاء الله عليهم كده، بنات بيقعدوا او شباب يعني بيجيبوا الكلمه ويربطوها بحاجه تانية خارجيه، بشكل خارجي، مثلا بكلمه بتقال لهم، بكلمه معجبه فيهم، فبيحفظوا اسهل. يعني كل واحد على حسب طريقه حفظه. بس انت اعرف بس انه اسمه ايه؟ الاوكسيتوسين، الاوكسيتوسين. حلو. يبقى انا كده قلت عندي اي دي اتش وعندي اوكسيتوسين. هشتغل على مين دلوقتي قبل ما امسح السبوره؟ على الاوكسيتوسين. ايه مهمه الاوكسيتوسين ده؟ الاوكسيتوسين ده يعتبر قابض، بيقبض عضلات مين؟ الرحم. ايه يا عم اللي جاب ده لده؟ ما انا ده له وظيفتين. له ايه؟ وظيفتين. هو بيعمل لي انقباض لعضلات الرحم اثناء الايه؟ الولاده. خلي بالك، بيعمل لي انقباض لعضلات الرحم عشان الايه؟ العيل يخرج. يعني لو جينا مثلا كتبنا اهو الاوكسيتو
س. انا عند الرحم اهو، وفي هنا كده ايه، وفي هنا كده بيبي اهوت عايز ينزل. فانت عندك هرمون الاكسيتوسين ده بيجي ياثر على مين؟ على عضلات الرحم. علشان ايه؟ الولاده. فيبقى القابض لعضلات الرحم هو مين؟ الاكسيتوسين. العضلات بتاعت الرحم مين؟ الاكسيتوسين. طيب المهمه الثانيه للاكسيتوسين اللي هي مهمه عظيمه جدا جدا، ركز معايا بالله عليك، ان انت عندك الغدد اللبنيه ديت حوالين منها شبكه من العضلات. سبحان الله، شبكه من العضلات. انت عندك مهمه البرولاكتين يعمل ايه؟ يخلي الغدد اللبنيه نفسها تفرز اللبن. واللبن هيفرز مين؟ داخل الغدد اللبنيه اللي هي لها قناه خاصه بيها. فلازم الاكسيتوسين يجي من الفص الخلفي، يجي لمين؟ للعضلات ده اهي. العضلات ده اهي يعمل لها ايه؟ انقباض. تنقبض. تنقبض بمجرد اصلا البيبي ما ايه، ما بيجي يبدا يرضع، بتلاقي ايه؟ ان على طول اشارات مخيه على طول بالهرمون يجي في ثانيه. هرمون هو اصلا اوقات بيسموه هرمون الحب اللي هو الايه؟ الاكسيتوسين. فبمجرد الاكسيتوسين ما بيفرز منين؟ من الفص الخلفي، بيروح رايح على الغده اللبنيه، بيروح عامل لي ضغط او انقباض على الغده اللبنيه، فتروح فرز اللبن، فيوصل لمين؟ فيوصل للعيل. هيوصل لايه؟ للبيبي. بلاش كلمه العيل دي، خلاص. يوصل لمين؟ يوصل للبيبي. فكده بالتالي عرفنا ان لانتاج اللبن او لخروج اللبن للايه؟ للرضيع او للجنين، سبحان الله، لازم عندي هرمونين. هرمون البرولاكتين اللي بيفرز من الفص الامامي علشان ينبه او علشان يحس الغدد اللبنيه انها تفرز لي مين؟ اللبن. ويجي هرمون تاني اسمه الاكسيتوسين بيجي من الفص الخلفي اللي هو العصبي، يجي له علشان يعمل انقباض لمين؟ للعضلات اللي موجوده حوالين الغده اللبنيه، فبالتالي يتم افراز اللبن او خروج اللبن من الثدي لمين؟ للرضيع. لغايه هنا احنا كده خلصنا الهرمونات اللي موجوده في الغده الايه؟ النخاميه. فاضل هرمونين اللي هو الاي دي اتش واللي هو الجي اتش. فانا هنمسح السبوره وهنشتغل عليهم ايه؟ ان شاء الله. محدش يروح بعيد تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا تاني. هنتكلم دلوقتي عن هرمون النمو. هرمون النمو من الهرمونات المهمه جدا جدا لجسمك قوي وقت الطفوله او ما قبل البلوغ، لغايه فتره ايه؟ البلوغ. وبعد كده خلاص يعتبر هرمون النمو موجود عندك، لكن مش بالشكل اللي كان موجود ايه؟ قبل البلوغ. هرمون النمو مكان افرازه بيفرز من الجزء الايه؟ الغدي او الفص الامامي مين؟ الغده الايه؟ الغده النخاميه. هرمون النمو علشان يفرز بيجي تنبيه تاني من هرمون تاني بيجيله علشان ايه؟ ينشط هرمون او افراز هرمون ايه؟ النمو. فزي ما قلت لك خلي بدايتك من اول هنا، بلاش نيجي هنا، بلاش نيجي هنا. خلاص، بس انا يعني بعرفك ان مفيش حاجه بتنشا من العدم. مفيش حاجه بتيجي من ايه؟ من العدم. هو بيجي ايه؟ تنشيط من هنا بحيث ان الفص الامامي يعمل لي هرمون مين؟ هرمون النمو. هرمون النمو له اوقات بيبقى زايد فيها او بيؤدي عمله فيها. تعالوا نتعرف عليهم بالراحه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. اولا هرمون النمو في وقت الطفوله زي ما لسه قايلين بيبقى شغال في وقت الطفوله، بس لاحظ كده النمو اللي هو الجبار، اللي هو النمو اللي بيحصل مره واحده للبني ادم يعني عامه، بيحصل امتى؟ هتلاقيه في فتره البلوغ او قبل فتره البلوغ بشويه كده. لغايه فتره البلوغ دي يعتبر اكتر فتره هرمون النمو بتلاقيه بيه ايه؟ طاير فيها. خلي بالك هرمون النمو بيطير في الوقت ده قوي. انت ممكن مثلا تكون ايه؟ مقابل ابن عمك ولا ابن خالك ولا ابن خالتك ولا حد كده كنت معرفه، كان عنده مثلا سكه 10 سنين او 10 سنين مثلا كده ولا حاجه 10 سنه، وتسيبه وترجع له مثلا بعد سنتين ثلاثه تبص الواد بقى بسم الله ما شاء الله طول حيطه. ايه ده؟ هو طول ده كله في وقت قصير ده ليه؟ لان هرمون النمو جه في الوقت ده، كان اكتر افراز ليه او اكتر شغل ليه في الوقت ده. ركز، هرمون النمو بيزيد قوي في الفتره بتاعه البلوغ، لان بعد كده هو مش هيعمل طول الانسان تاني. ما هو مسؤول على الطول، ان الانسان بيطول بيكبر يعني النبات بينمو، انت كمان بتنمو، بس اللي بيخليك تنمو انت مين؟ هرمون الجي اتش. فهرمون الجي اتش بيشتغل اكتر في وقت الايه؟ في وقت البلوغ. طيب وقت البلوغ اربط بقى الكلام ببعض علشان اجي اتكلم عن وقت البلوغ. وقت البلوغ بيبقى موجود هرمونات في وقت البلوغ، الهرمونات الذكريه والايه؟ والانثويه، اللي هم ايه؟ في وجود هرمون مين؟ التستوستيرون. وعندك هرمون مين؟
الاستروجين. الهرمونين دول زيادتهم في الجسم بتدل على البلوغ او على بدايه البلوغ، فهنا الجي اتش بيزيد في الفتره دي. زياده الجي اتش، انا بتكلم عن الفترات اللي يزيد فيها هرمون مين؟ الجي اتش. الجي اتش بيزيد بزياده مين؟ هرمون التستوستيرون والاستروجين، لان الاثنين دول ببدايه ظهورهم في الاطفال بنسبه كبيره كده احنا داخلين على ايه؟ على مرحله بلوغ. فهنا هو هيأدي عمله بالشكل المظبوط او الشكل الملحوظ لنمو مين؟ الجسم ده مين؟ هرمون النمو. طيب بيفرز امتى تاني؟ وقت النوم. بيكون موجود ايه؟ وقت النوم. هتلاقي ان الاطفال بتنام بطريقه حلوه قوي. ممكن مثلا ايه الطفل لو تعب شويه كده وايه وخرج الطاقه بتاعته خلال يومه، مش اللي هو مثلا ايه كان نايم طول النهار، لا، الطفل اللي بيخلص طاقته خلال اليوم بينام. والنوم اصلا بيساعده على انه يكبر، فانت تحافظ ان الطفل اللي عندك ينام، او انت لو تعرف طفل كده خليه ينام كتير علشان يكبر، عشان هرمون النمو بيزيد في الايه؟ فتره النوم. خد دي كمان وده هتفيدك قدام شويه. عندك وقت قله الجلوكوز. ايه يا عم جاب الاسم ده هنا؟ ده الاسم ده انت هتعرفه كتير قوي. كلمه الجلوكوز دي هنحتاجها كتير قوي ان شاء الله خلال ايه؟ دراستنا اصلا في الايه؟ في الاحياء عامه. الجلوكوز لما بيقل في جسمك بيقل في فتره بتكون انت فيها ايه؟ مش واكل. ولو انت كمسلم لما بتكونش بتاكل ولا بتشرب ولا بتكون ايه؟ جدع. وقت الصيام. وقت ايه؟ وقت الصيام. ركز برضو كده كمان، قله الجلوكوز لما بيكون قليل يبقى انا كده في انسولين؟ ما فيش انسولين، يبقى برضو الانسولين ايه؟ الانسولين قليل. دي كلها عوامل بتزود لي من هرمون مين؟ هرمون النمو الجي اتش. وهرمون النمو ده يعني ايه؟ بياخدوه بعض الرياضيين علشان يكبروا عضلاتهم، لان هو ده اللي بيكبر العضلات، لكن بيبقى له اضرار كتير جدا ومش محبب ان ايه؟ يتاخد خارجيا كايه؟ كجي اتش، كهرمون ايه؟ نمو. يبقى انا كده عرفت بعض العوامل اللي بتزود لي افراز مين؟ هرمون ايه؟ النمو. ان لما يكون الهرمونات الجنسيه زايده في الجسم يبقى الجسم داخل على البلوغ، من الطفوله للبلوغ، فبالتالي هرمون النمو في الوقت ده بيبدا يزيد لاكبر ايه؟ قدر له. عندك وقت النوم قله الجلوكوز اللي هيبقى في الصيام اللي يبقى قله الايه؟ الانسولين. ركز بالله عليك. خلاص، يبقى في الوقت ده هيبدا افراز مين؟ الجي اتش. ولما يفرز الجي اتش تعال نعرف هيعمل ايه دلوقتي. بمجرد خروج الجي اتش، هرمون الجي اتش طبعا بيعمل حاجه في الاول، بس انا برضو زي ما قلت لك برضو خليك في الجزء الخاص بيك، بس علشان بس ايه؟ اكون يعني منصف في الايه؟ في الحركات بتاعتي او في الخطوات بتاعتي. انا عايزك تعرف ان الجي اتش لما بيخرج بيعمل شويه حاجات ويروح رايح على مين؟ على الحلو ده، على الكبد. بيروح رايح على مين؟ على الكبد. ده مين؟ خلي بالك الجي اتش لما بيروح على الكبد بيعمل ايه؟ بيحفز لي اولا انتاج هرمون تاني كده بيروح على الكبد، بيطلع لي السكر اللي هو مين؟ الجلوكوز. يا عم هو بيشتغل في قله الجلوكوز، ما هو بيشتغل في قله الجلوكوز اللي انت بتاكلها، لكن هو بيروح على الكبد يكسر منه الجلايكوجين. الجلايكوجين ده هو لما كسره هيديني مين؟ الجلوكوز. وهتعرف ان شاء الله خلال دراستك ان هرمون الجلوكاجون هو اللي بيكسر لي مين؟ الجلايكوجين، عشان ينتج لي منه مين؟ جلوكوز. هتقول لي طب الجي اتش محتاج جلوكوز ليه مع انه هو قليل؟ قلت لك يا ابني حبيبي، هو الجلوكوز اللي انت لما بتاكله من بره وبيزيد في جسمك قوي هيزيد انسولين قوي علشان يخزنه في الكبد، لكن هرمون الجي اتش من الهرمونات اللي بتزود السكر في الدم لما بتكسره من الكبد كجلايكوجين. افهم بالله عليك. يبقى انا دلوقتي الجي اتش بمجرد ما بيروح للكبد عندك الجلوكاجون بيجي يكسر الجلايكوجين ويحوله مين؟ لجلوكوز. يبقى انت كده معاك الجلوكوز ومحتاجينه. الجلوكوز وايه؟ ومحتاجينه. وبيساعد كمان الكبد ان هو يعمل لي عمليات الايض، الميتابوليزم. كلمه ايض انت عارفها من السنه اللي فاتت. ايض مين بقى؟ ايض البروتينات. ده ليه؟ هنعرف دلوقتي. يبقى الجي اتش بيروح على مين؟ على الكبد. بيعمل ايه في الكبد؟ بيحفز تكسير مين؟ الجلايكوجين الى جلوكوز. علشان ايه؟ محتاجه. والجلوكوز احنا كنا بنعمل ايه في سنه ثانيه بيه؟ في اخر كده اخر الترم اللي انتوا خدتوه، خدنا ان الجلوكوز بيساعد لي في ان هو يعمل لي تنفس خلوي، يديني مين؟ اي تي بي. جدع. والاي تي بي دي عمله الطاقه في الخليه. اي عمليه حيويه في الخليه محتاج ايه؟
اي تي بي. فيبقى انا دلوقتي الجلوكاجون هيروح يكسر مين؟ الجلايكوجين اللي موجود فين؟ في الكبد، اللي على اساسه مين اللي حفز ده كله؟ الجي اتش اللي فرز منين؟ من الفص الايه الغدي، او من الجزء الغدي الغده الايه النخاميه. كلها متربطه ببعضها بالله عليك. خلاص. يبقى انا دلوقتي بعد عمل عمليات الايض البروتين، يبدا بقى الكبد يوصل في الدم بعض الحاجات اللي عملها ديت لمين؟ للعضلات. ما اصلا هرمون النمو اصلا علشان يشتغل او علشان انت تطول محتاج ايه؟ تطول مين؟ العظم والعضلات. العظم والعضلات لو دول طولوا جسمك ايه؟ بيطول. يعني في عمليات بتتعمل الفتره ديت وكان ليها ضجه فتره فاتت، ان بيجيبوا في ناس مثلا حد قصير مثلا عايز يطول، ومثلا اسره قهر خلاص انا عايز اطول، انا عايز اطول، وفي نفس الوقت خلاص ما بقاش فيه هرمون نمو ان هو يطوله، او خلاص بلغ. فبيعملوا ايه العمليه ديت؟ انا قرات لها بحث. كانوا بيروحوا جايبين مثلا بكل بلدي كده، بالبلدي بيروحوا جايين على الايه، على العظام الطويله، ويروحوا كاسرين في الرجل وفي الايد، ويروحوا ايه فرقين العظمتين عن بعض شويه، وبيقعد العمليه دي بتقعد لها سنه او حاجه زي كده، بيتم نمو الخلايا ما بين الايه العظمتين، بعض الايه الحاجات الثانيه، وليها وقت معين برضه، ليها كلام معين. انا بس بقول لك ايه ان هم بيعملوها بتكسير الايه العظام علشان تتوصل مع بعضها تاني، فالجسم ايه يطول. ممكن انا بسيب لكم ليها رساله البحث ديت موجوده فين؟ هسيبها لكم في الديسكربشن، بحيث الايه الناس اللي ايه اي حد يحب الايه العلم يخش ايه يبص ويخش يشوف، وانت ابحث وشوف الدنيا فيها ايه. خلاص نكمل. يبقى هرمون النمو هيروح على فين؟ على الكبد، هيعمل الشغل اللي هو عمله من تكسير الجلايكوجين للجلوكوز، وبعد كده هيعمل له ايض لمين؟ البروتينات اللي انت بتاكلها. انت اي بروتين انت بتاكله في جسمك اللي بيتعمل له ايض او بيحفزه لعمل الايض الجي اتش علشان تكبر انت كطفل. تمام. طيب هيروح رايح على فين؟ زي ما قلنا هيروح رايح على العضلات، يروح على سكيلتال ماسل، العضلات الايه الهيكليه. ما احنا قلنا ان انواع البروتين عندنا ايه؟ بروتين تركيبي، بروتين تنظيمي. فالهرمونات بروتينات ايه؟ تنظيميه. لكن خدت الاكتين والميوسين في جزء الحركه في الانسان، دي تعتبر بروتينات ايه؟ تركيبيه، بتتكون لمين؟ العضلات. فبالتالي خلي بالك هرمون النمو هيعمل على ادخال البروتينات زائد الجلوكوز الى مين؟ الى العضلات. يبقى الكبد هيعمل فيه ايض الايه البروتين، وهيتكسر فيه مين؟ الجلوكوجين بواسطه مين؟ الجلوكاجون اللي اثرهم عن مين؟ عن الجي اتش. بالتالي هيمشوا في الدم، هيروحوا فين؟ العضلات. الجي اتش هيعمل على ادخال ايه؟ العضلات البروتينات والجلوكوز. ليه؟ علشان يساعد لي على زياده حجم وطول العضله. تمام. يبقى ده كده اول حاجه عملها مين؟ عملها الجي اتش، ان هو هيروح فين؟ هيروح على العضله يزود فيها مين؟ البروتينات التركيبيه اللي عمل لها ايدي فين؟ في الكبد بواسطه مين؟ الجي اتش. موضوع سهل ولذيذ. خلاص دي كده خلصت منين؟ من العضلات، ان هو بيزود مثلا الاكتين والميوسين، فبالتالي بيزود حجم العضله وبيزود طول العضله، فالعضله بتطول. نيجي بقى للطول الثاني اللي هو طول مين؟ العظام. لو جينا جبنا عندنا عظمه اهي، رسم كروكي كده، دي عظمه مثلا في انسان. العظمه ديت في وقت ما قبل البلوغ او في الوقت زياده فيه الجي اتش، بيبقى المنطقه دي كده موجود فيه هنا خلايا او مستقبلات، ريسبتورز يعني، لمين؟ لهرمون النمو في المنطقه دي، وبتبقى قابله لانها يحصل فيها طول. فلما بيجي هرمون النمو في المنطقه دي كده بيعمل لي زياده في طول العظام، فالعظمه تطول كده كده، فبالتالي كده العظمه هتطول، العظمه يحصل فيها ايه؟ طول. يبقى بالتالي الجي اتش لما يروح ياثر على العظام هياثر على المناطق اللي هي دي، المناطق دي اعرفها انت بس كده، هو بيعمل طول على طول عضلات وخلاص، بس انت اعرف ان في منطقتين هنا بيبقوا موجودين قبل البلوغ مش بعد كده. يعني بعد البلوغ ما بيبقوش موجودين. بعد البلوغ الجي اتش اصلا مش هيروح ياثر على العظام ان هو يطولها زي قبل الايه؟ قبل البلوغ. فانت عندك الاجزاء ديت او الخليه بتبقى موجوده ما قبل البلوغ، موجوده لسه حيه ولسه شغاله انها تعمل له طول للايه؟ العضلات. فبتاثير الجي اتش هتعمل ايه العضلات ديت؟ او هتعمل ايه، انا اسف، للايه؟ العظام ديت هتعمل لها استطاله، هتطول الايه؟ العضلات، لا العظام برضه بغلط تاني، بتطول مين؟ العظام. يبقى انت عندك ايه؟ العظام وعندك العضلات، الاثنين دول ايه؟ بيحصل فيهم استطاله بوسط هرمون مين؟ النمو، اللي بيجي منين؟ من الفص الامامي، الفص الايه؟ الغدي، اللي بيزيد فين؟
في الاوقات دي؟ اللي بيكسر مين؟ اللي بيروح يحفز مين؟ الجلوكاجون. يكسر مين؟ الجليكوجين الى مين؟ جلوكوز، عشان اطلع منه طاقه، عشان ادخله جوه العضلات. هو مين؟ هو البروتينات اللي حصلها اي دي فين؟ في الكبد، فبالتالي بكمل تكبير مين؟ للعضله. موضوع بسيط. ربط، حاول تربط كل حاجه. انا يعني بحاول ان انا ما ادكش المعلومه كده ايه صب من غير ان انا ايه ما اعملها لك لها ايه تربيط اول باول. لسه قايلين دلوقتي ان هرمون الجي اتش او هرمون النمو يعتبر من الهرمونات اللي بتبقى زياده جدا في وقت الايه الطفوله، او وقت الايه ما عند الايه البلوغ، لكن بعد البلوغ بيقل جدا هرمون النمو. ركز، بيقل جدا هرمون النمو. يبقى انا لما اجي اتكلم عن الامراض اتكلم عن ايه؟ الامراض بتاعت زياده او نقصان لهرمون النمو. زياده او نقصان اقدر الاقي لها مرضين موجودين فين؟ في الطفوله او قبل البلوغ. ليه؟ لان هو بيبقى اصلا محتاجه قبل البلوغ ان هو يزيد او ان هو يشتغل علشان ايه؟ الطفل ده يكبر او الطفل ده يطول. فبالتالي زيادته هتعمل مشكله ونقصه هيعمل مشكله، لكن بعد البلوغ هو اصلا قليل، فانا قلته مش هتعمل معايا مشاكل، لكن زيادته هي اللي هتعمل مشاكل. وركز بالله عليك، ركز بالله عليك، ركز في الامراض بتاعت مين؟ الجي اتش. كده احنا عندنا قلنا فتره الطفوله عندي احتمالين، زياده واحتمال نقص، وعندي بعد البلوغ عندي احتمال ايه؟ زياده فقط. الزياده، زياده هرمون النمو قبل البلوغ ده بيعمل لي مرض اسمه العملاقه. ركز بالله عليك، العملاقه. العملاقه ده بيطول قوي 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 كمان. عارف انت الشخص لما هو ايه يكون مثلا طوله معدي ال 2 متر 2 متر ونص وارقام كده جميله كده؟ ابحث عن الناس اللي ايه اللي عندهم مرض العملاقه ده بزياده هرمون النمو فين؟ في الطفوله. يعني في مثلا ممكن ايه نتشبه بيه في، عارف انت الفيلم اللي هو بتاع تامر حسني، لو مش فاكر كان اسمه ايه كده، كان في معاه واحد طويل قوي كده كان بيشيله. اهو ده بشكله كده ده عنده عملاقه، ده عنده زياده هرمون ايه؟ نمو قبل الايه؟ قبل البلوغ. فالشكل ده شكل غير طبيعي ليك انت، يعني هو شكله بسم الله ما شاء الله قوه جباره بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيده يا رب وربنا ايه يحميه. فهو بالشكل ده هو كده كان عنده ايه؟ زياده افراز هرمون النمو ايام الايه؟ وقت الطفوله، فحصل عنده الايه؟ الجزء ده او الايه؟ الحاجه دي. نيجي للحاجه الثانيه وهي النقص. لو نقص او قل هرمون النمو خلال فتره الطفوله، وده بيؤدي الى مرض اسمه القزامه. قزم، بنلاقي بقى في كده ايه؟ اقزام كده ما حدش بيطول مثلا، او بيجي لغايه طول معين وما بيطولش، بنسميه قزم. القزامه دي بتيجي ايه؟ لقله هرمون مين؟ النمو وقت الايه؟ وقت الطفوله وليس بعد البلوغ. ركز بالله عليك. يبقى انت كده الجزئين دي العملاقه والقزامه بزياده او نقص فين؟ في الطفوله فقط. ليه بقى؟ لان انت عندك عرفنا ان وقت الطفوله هرمون النمو بيعمل ايه في العظم؟ بيعمل له استطاله كده وكده، وبيعمل ايه في العضلات؟ برضه بيطولها. فبالتالي لو انا زودت طول ده قوي فهعمل عملاقه، يبقى طويل قوي. طب لو قللت هيبقى قزامه معايا. طب ما نيجي بقى في البلوغ، فتره البلوغ لو حصل زياده لهرمون النمو، هل العظام هتطول بالطول؟ لا، العكس، بالعرض. فهتلاقي العظمه بدل ما هي شكلها كده هتلاقيها بقى تتضبل، بقى تتضعف. الايد مثلا بدل ما هي كده هتلاقي بقى 5 من دي كده ايه مع بعض كده جنب بعض كده، وفي نفس الوقت نفس الطول، بيبقى طوله مثلا مقارب للناس الطبيعيه، مش اللي هو الايه الطويل قوي، بيبقى طوله مقارب للناس الطبيعيه، لكن بيبقى عنده الاطراف بتاعته هو اكروميجالي. المرض اسمه اكروميجالي. الاكروميجالي ده بتلاقي اطراف الشخص ده بدات تبقى عريضه عريضه، بدل ما بتطول بقى بتعرض. تلاقي الوش برضو بدا ايه؟ الاجزاء دي تكبر تعلى، فتلاقي شكله غير الشكل الطبيعي. ده عنده زياده هرمون نمو بعد البلوغ. بعد الايه؟ بعد البلوغ. اسمه ايه المرض؟ الاكروميجالي. الاكروميجالي. خلاص يا شباب، يبقى انا كده عرفت الامراض اللي بتبقى موجوده في زياده او نقص هرمون مين؟ النمو، سواء في الطفوله او في البلوغ. ده شويه معلومات كنت عايز اقولها لكم في هرمون النمو، هي اللي احنا قلناها ديت. بالله عليك، هرمون النمو هرمون مهم جدا،
هو ما اتذكرش اصلا في كتابك غير في سطرين فقط لا غير، هو الامراض. بس انت اعرف المعلومات ديت لان هو بيسال فيها فين؟ في الاسئله. وان شاء الله في جزء الاسئله برضه هنحل عليه وهنجيب اسئله صعبه واسئله ايه شديده شويه عشان تخلي دماغك انت ايه نشطه دايما في الاسئله. نمسح السبوره ونيجي نشتغل على اخر هرمون وهو الاي دي اتش. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دلوقتي ان شاء الله هناخد اخر جزء في المحاضره بتاعت النهارده، هي جزء اللي احنا اشتغلنا فيه عن الهرمونات واشتغلنا فيه عن الغده النخاميه واتكلمنا عنها شويه. دلوقتي هنبدا ناخد اخر حاجه خالص وهو الهرمون الاخير الاي دي اتش، اللي بيفرز منين؟ من الفص الخلفي اللي هو الجزء العصبي، اللي هو بيفرز من منطقه تحت المهاد ويتم تخزينه في الجزء الخلفي ثم بيفرز فين؟ في الدم. الاي دي اتش له اسم مميز، هو المضاد او المانع لاضرار البول. يعني ايه كلمه اضرار البول؟ البول انه يبقى كتير او ان انت تعمل بول كتير، ده يعتبر ان البول بيخرج معاه ميه، وخروج الميه مع البول دي مشكله كبيره جدا. اخدتها في تانية ثانوي في الاخراج، قلنا لك لما درسنا الكلى ان حته ان الميه تخرج من الكلى ده حاجه صعبه، مشكله جباره. لازم جسمك يحافظ على الميه ان ما تخرجش منه. يعني انت لو عندك في جسمك وليكن 1000 جزيء من الميه، وليكن يعني ممكن يخرج مسموح يخرج منهم 5 10، مش اكتر من كده. اكتر من كده يبقى انت كده هتموت، هيحصل لك مشاكل كتير في جسمك وهيحصل لك يعني ممكن تؤدي بيك الى الايه؟ الى الوفاه. فالاي دي اتش هو هرمون مانع لاضرار الايه؟ البول. فتعال نتكلم عليه بشكل علمي شويه ونربط سنه تانية بسنه ثالثه ونشوف الدنيا فيها ايه. ركز بالله عليك. الاي دي اتش قلنا بيفرز منين؟ من الفص الايه؟ الفص الخلفي. بس انت هتشوف ان انا كاتب هنا ايه؟ في اتش. ايه الفي اتش ده؟ وايه الاي دي اتش ده؟ واشمعنى كاتبهم جنب بعض؟ هقول لك هما الاثنين واحد، لكن بيختلف مسمياتهم باختلاف وظائفهم. باختلاف ايه؟ وظائفهم. وركز بعليك في الكلمه اللي انا قلتها دي، بيختلف اسمائهم باختلاف وظائفهم. نكمل. عندك هرمون الاي دي اتش المضاد لاضرار البول. بيشتغل على مين الاي دي اتش ده؟ بيشتغل على الكلى. جدع. والكلى شكل كده كروك كده ليها سريع كده، عامل زي حبايه البسله كده ولا اللوبيا ولا زي بتسموها ايه. بيبقى موجود فيه هنا كده ايه؟ الكلى ديت الوحده الوظيفيه فيها موجود فيها نفرونات. النفرون اللي انت عرفت ان دي الوحده الوظيفيه موجوده فين؟ في الكلى، اللي هي بتعمل لي اخراج لمين؟ للمواد اللي هي الجسم مش محتاجها او لليوريا عامه فين؟ في الايه؟ في البول. فالنفرون دوت شكله، تذكر كده معايا، هنلاقي شكله ان هو عباره عن ايه؟ سريعا كده، دي انبوبه مين؟ النفرون. انبوبه النفرون ديت بيجي لها امداد دموي كده، اوعاء دموي في منطقه محفظه ايه؟ محفظه بومان. بيبدا يحصل ترشيح للدم ثم بيمشي في المناطق دي كلها، من اول هنا لغايه هنا بيحصل حاجه اسمها الايه؟ اعاده الامتصاص الاختياري. ركز بالله عليك. في المنطقه ديت بيمشي فيها مين؟ المواد اللي اترشحت من الدم، بما فيها بقى من فضلات لميه لجلوكوز لاحماض امينيه للكلام ده كله اللي انتوا عرفتوه سنه ايه؟ سنه ثانيه، واللي انا في غنى عنه دلوقتي. بس كل اللي عايز اعرفه شكل النفرون وايه اللي بيحصل الاي دي اتش بيعمله. يبقى انا دلوقتي عندي بمجرد خروج المواد اللي بتخرج من الدم في القناه ديت بيحصل لها اعاده امتصاص. الجسم بيعمل اعاده امتصاص لكل ماده هو محتاجها للدم تاني. يعني انت عندك في اوعيه دمويه بتبقى ايه؟ موجوده حوالين مين؟ حوالين انبوبه النفرون كده. الاوعيه الدمويه دي بتعمل ايه؟ بيرجع ليها تاني المواد اللي جسمك محتاجها منين؟ من البول، عشان يتجمع هنا في القناه الجامعه هنا اول حاجه بمسمى كلمه ايه؟ البول. حلو. طيب في المنطقه ديت بيتم اعاده امتصاص مين؟
الميه بواسطه هرمون مين؟ الاي دي اتش. يبقى الاي دي اتش بيفرز، بيروح رايح على انبوبه النفرون ياثر عليها فيعمل لي اعاده امتصاص للميه فين؟ في الاوعيه الدمويه تاني يرجع للجسم. يبقى كده هو هيشتغل امتى؟ وقت ما تكون عطشان، وقت ما تكون انت مفيش ميه في جسمك او الميه في جسمك اصلا قليله. فهو هيعمل ايه؟ هيمنع خالص ان الميه تخرج، هيمنع لاكبر قدر ممكن ان مفيش ميه كتير خالص لدرجه حاجه بسيطه خالص انها تخرج منك مع البول، عشان ما يحصلكش اي مشاكل. مشاكل فين؟ في الدم. ما هو انت اصلا البول ده بيجي منين؟ ده البول ده عباره عن استخلاص مواد انا مش محتاجها من الدم وبيخرج بره الجسم على هيئه فضلات او على هيئه اخراج. يبقى انا دلوقتي الاي دي اتش مهمته ان هو يعمل ايه؟ يمنع لي خروج الميه منين؟ من الايه؟ من الدم اللي خارج رايح فين؟ رايح بره مع الايه؟ مع البول. ركز بالله عليك. يبقى انت عندك دلوقتي الاي دي اتش هيمنع ايه؟ هيمنع الميه انها تخرج بره جسمك وقت ما تكون ايه؟ عطشان. طيب ركز بالله عليك في الحته دي. الاي دي اتش يقدر ياثر لي على ضغط الدم. كلمه ضغط الدم ديت كلمه كبيره، وكلمه لو حبينا نشرحها كده هنشرحها في فيديو لوحده، بس انا هديك برضو ليها معلومات تفيدك وتكون كافيه جدا ليك للجزء بتاعك. خلاص؟ طيب نيجي هنا كده المسمى تاني، البلاد بريشر او ضغط الدم. ضغط الدم حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا لجسمك، اللي بيخلي الدم كله يوصل لكل اجزاء جسمك. كايه؟ بضغط الدم. ما ضغط الدم ده قوه ناشئه بين ايه؟ بين قوه النبضه بتاعتك. قوه الايه؟ النبضه بتاعت مين؟ القلب. ما هو انا مليون في الميه بتكلم مين؟ عن القلب. ما هو اصلا اللي بيضخ الدم في الجسم كله هو مين؟ هو القلب. فانا لما اتكلم عن ضغط الدم هقيس مين؟ عضلات مين؟ القلب. ركز بالله عليك. فانت عندك الضغط، ضغطة القلب نفسها قوتها بتنشئ لي ضغط، كمية الدم بتنشئ ضغط، كتر النبضات وقوتها بتنشئ لي ايه؟ ضغط. يبقى انت عندك كده كمية الدم ضغط، قوة النبضة ضغط، عدد النبضات ضغط، كل ده بيأثر لي على الضغط في جسمك. كل العوامل دي وفي عوامل تانية برضو، بس انت اعرف العوامل ديت: قوة النبضة، عدد النبضات، وحجم الدم اللي ماشي فين في جسمك. ما هو انت مثلا لما يكون حجم كبير ماشي في حلقه مغلقه هيبقى ضغطه عالي، غير اللي بيبقى قليل. ركز بالله عليك. وفي نفس الوقت الانقباضه نفسها لما تبقى قويه بتعمل ضخ اقوى لمين؟ للدم. فالدم كده الضغط يبقى بتاعه ايه؟ يبقى عالي. فانت محتاج ضغطك يكون عالي منتظم علشان تعرف تعيش في يومك العادي. لكن بمجرد ما يزيد قوي يتعبك او يقل جدا يخليك ايه؟ برضه في دنيا تانية غير ايه؟ غير الدنيا. فضغط الدم مهم جدا لمين؟ لجسمك. طيب هو الدم اصلا تركيبه ايه؟ طبيعي فاكر ان الدم لو جيت اتكلمت عنه لوحده هلاقي ان البلاد عباره عن ايه؟ عن خلايا وبلازما. الخلايا انا مش هقول لك عليها عشان انت عارفها، اللي هي كرات الدم بقى والايه، والخلايا اللي ايه اللي بتمشي فين؟ في الدم. ثم مين؟ البلازما. البلازما ديت اللي انا عايز منها حاجه واحده بس، اللي هي 90% منها، 90% منها ايه؟ ميه. 90% منها ميه. ده من ايه؟ من البلازما، اللي هي اصلا تعتبر اكتر من الخلايا اللي موجوده فين؟ في الدم. اكتر من نسبه الخلايا اللي موجوده فين؟ في الدم. فبالتالي انا لو زودت الميه في الدم هزود ضغط الدم. جدع. مش انا لو زودت حجم الدم انا كده هزود ضغط الدم. الله ينور عليك. يبقى انا دلوقتي لو انا محتاج ازود ضغط الدم بتاعي بزياده حجمه بالميه، مين اللي هيشتغل لي فيه؟ الاي دي اتش. يبقى الاي دي اتش هيمنع لي خروج الميه من جسمي علشان انا محتاجها، وفي نفس الوقت علشان يشتغل لي على ضغط الدم، علشان ضغط الدم لو قل هيعمل لي مشاكل. فانا دلوقتي في وقت ما اكون انا عطشان مثلا او انا مفيش ميه خالص هيمنع ان ايه؟ ان الميه تخرج من ايه؟ من الدم. لان لو خرجت انا هيحصل لي هبوط. عندك هبوط، عندك الدنيا هتبوظ معاك خالص، الدم هينزل، الضغط هيقل، الدنيا هتخرب. يبقى انت محتاج ايه؟ ان ضغط الدم يكون مظبوط، او ان دمك ما يهلكش كتير او يخرج منه ايه؟ ميه كتير فين؟ في البول. لان نسبه الدم نسبه الميه في دمك كبيره. فبالتالي الاي دي اتش لما بيساعد في دخول الميه تاني للاوعيه الدمويه بيساعد لي على رفع ايه؟ ضغط الدم او انتظام ضغط الايه؟ ضغط الدم. طيب انت لو انت مثلا عندك شويه صداع كده ويقال ان انت ضغطك ايه؟
قليل. لو شربت ميه هتكفي الغرض، هتحس بهدوء. اي نعم انت ممكن تحتاج بعض الحاجات التانية عشان بس ما حدش ياخد الكلمه مسلمه. مفيش حاجه ستاندرد، انت ممكن في حاجه تنفع معاك وما تنفعش مع غيرك. جسم الانسان حاجه عظمه جدا، حاجه سبحان الله بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده ربنا خلقها لك، يعني حاجه استثنائيه. فجسمك ده بيتاقلم معاك انت ومع تكيفك انت للبيئه اللي حوالين منك. وفي نفس الوقت في بعض الحاجات بتنفع لاجسام واجسام تانية لا. يعني في دواء مثلا ممكن انا اخده مثلا لو انا تعبان من حاجه معينه، انت ممكن تاخده انت ما تخفش، او انا ما اخفش وانت تخف، على حسب الميكانيزم بتاع جسمك شغال ازاي. تمام. فانا عامه لو انت في شويه صداع وشويه حاسس بهبوط، شرب شويه ميه، ضغطك هيزيد. ليه؟ لان الميه هتروح جري على على الدم، ولما تروح على الدم هتزود حجم مين؟ حجم الدم، فبالتالي ضغط الدم هيزيد. ركز بالله عليك. حلو. طيب يبقى انا كده الاي دي اتش انا عمال اقولها ليه تاني وتالت ورابع؟ مش عشان حاجه، علشان لما اجي اشتغل على ده يبقى انا كده خلاص مش بتكلمش فيه كتير. يبقى الاي دي اتش لما يرجع الميه للدم فهيساعد على زياده ضغط الدم بزياده حجم الدم، فانا كده اشتغلت بالاي دي اتش. يبقى انا لو سالتك سؤال في ضغط الدم بزياده حجم الدم، يبقى هتختار لي مين او هتتكلمنا عن مين؟ على الاي دي اتش. طيب نيجي بقى لمين؟ للفي اتش. الفي اتش، الفي ديت تختار لي كلمه فازو، والكلمه ديت بتدل على الاوعيه الدمويه. ضغط الوعاء الدموي ده الهرمون المؤثر على ضغط الوعاء الدموي. يعني ايه ضغط الوعاء الدموي؟ هو انا لو ماسك خرطوم وبرش بيه، الخرطوم اللي انا برش بيه الشارع ده، بتشوف الناس بيبقى حاطين كده في في اول خرطوم حاجه كده ضيقه جدا، او قطعه كده بتبقى عامله لي ضغط لخروج الميه. فايه اللي بيحصل؟ بتلاقي عمود الميه طويل قوي. ليه؟ لان هو وصل لمكان طويل، لان انا عامل ضغط لجزء الاولاني من الخرطوم. لكن دلوقتي لو انا سايب الخرطوم عادي كده، هيبقى مثلا الميه اولها مثلا لغايه متر 2 متر، لكن مجرد ما احط الجزء ده او القطعه ديت ممكن توصلها لي 10 متر. فيبقى ضغط الدم في الاوعيه الدمويه هيزيد لما انا بضيق جزء منه. طب تعالى اقول لك حاجه ثانيه، تعالى على خرطوم شغال برده في ميه وروح ماسك كده من النص واضغط عليه، هتلاقي ان برده اندفاع الميه بدا يزيد. ليه؟ لان انا ضيقت المنطقه اللي بيخرج منها الميه في المكان الفلاني ده، فبالتالي ضغط الدم هيزيد. يبقى انت تعرف كده ان الشرايين عندك، الشرايين لما بيجي يقول لك والله الشخص ده حصل عنده مشاكل في الدم عشان عنده الكوليسترول عالي، فبتلاقي ان جزيئات الدهون كده بتقعد تتكون كده في الدم، والدم بيمشي. فالدم طول ما هو ماشي والوعاء الدموي بنفس الحجم ده، يبقى تمام، انا دنيتي تمام، انا كدم ماشي كويس. لكن بمجرد ما انا بكون بعض جزيئات الكوليسترول كده او الكوليسترول هنا في المنطقه دي كده، بيبدا المنطقه ديت يحصل لها تضيق. فلما تضيق ضغط الدم هنا بيزيد لغايه ما توصل لجزء صغير خالص بيمشي منه الدم، فالضغط هنا بيعلى، فبيجي له ضغط دم عالي. فالناس اللي عندها سمنه مفرطه، او الناس اللي بيبقى عندها بعض مشاكل في اللهم صل على النبي في الكوليسترول، او زياده الاكل اللي بيبقى مليان دهون، او اللي بيزود نسبه الدهون في الجسم، ده بيزود عنده مين؟ انسداد الشرايين. فالشرايين لما بتبدا تنسد فبيحصل ضغط دم عالي جدا، فتلاقي عنده ضغط الدم عالي. يبقى حل من حلول ان ضغط الدم لو شخص عنده ضغط دم عالي ان هو ينزل فين؟ في الوزن، او ياكل اكل صحي، وبالتالي يظبط دنيته. كلمه اكل صحي ديت، الكلمه دي في مصر صعبه شويه، علشان الشخص او الواحد مننا ياكل اكل صحي محتاج يكلف كتير قوي. يعني انت بتتكلم دلوقتي في ان تاكل اكل صحي مش هتشبع من الاخر، يا اما محتاج كميات بفلوس. يعني والله الواحد بيشوف بعض الناس موجودين في الدنيا حوالين مننا، علشان تشبع اكلها كله حرفيا نشويات. هي الناس دي اصلا اللي موقفه على رجلها كده بركه ربنا مش اكتر. مفيش حد بيمشي بالاكل ده وبيكمل زي ما هو مكملين. دي انا بشوف ناس والله الناس دي بتاكل عيش جوه عيش جوه عيش جوه عيش. انا مش عايز افسر العيش والعيش، بص دقيق جوه دقيق جوه دقيق جوه دقيق، بياكل بس علشان يشبع، علشان يكمل يومه. انت متخيل؟ يعني اكله مش داخل فيه اي عناصر تانية من الاكل اللي هي اصلا كحميه طبيعيه له. يمكن انت في بيتك دلوقتي انت كطالب قدام مني مش حاسس بده، لان انت اهلك في البيت بيبقى فيه توفير شويه ان انت تاكل وهم احنا لو انت كلت احنا كلنا، فيعني ربنا يعني يجازيهم خير. بس احنا بره كفي مصر ان احنا ناكل حميه طبيعيه او اكل طبيعي علشان نبقى احنا بناكل اكل هيلث، يعني فالدنيا دي صعبه شويه.
بس ان شاء الله يعني ايه نحاول ان احنا ايه نسهلها بان احنا ما نأزمش الدنيا، وكله يا عم حاجه بسيطه بحيث ان انت ايه ما يتخنش. لكن احنا لما بتيجي تاكل اي نشويات، انا شخصي انا كعن نفسي بتكلم، انا اكلي مثلا اكلنا عامه تخيل يوم في نشويات كتير جدا، قلت من النشويات مفيش شبع. فانت في شغل بتعمله، في حركه بتعملها، في حركه بتحركها، فانت بتبقى الدنيا عندك بايظه خالص. في حته ان الشخص ياكل اكل هيلثي في مصر صعبه، محتاجين ماني فلوس لان الدنيا ايه في الطالع. ربنا ايه يعني، ربنا معانا في الايام الجايه دي. نكمل. فانت عندك ضغط الدم هيزيد مع زياده الدم او ضغط ده او ضغط الايه الدهون ديت على الشرايين. ده كده انا مش بشرح لك ده، انا بقول لك دي حاله من الحالات. انا بفهمك بس ان انا لو ضغطت على جزء من الخرطوم ماشي فيه ميه، ايه اللي هيحصل؟ ضغط الميه هيزيد. طب ما تيجي كده نشوف تركيب الوعاء الدموي ده. تعالى مش نرسم رسمه جديده. الوعاء الدموي ده عباره عن ايه؟ عرفت انت ان الجزء اللي بره ده نسيج ضام، ثم في نسيج في النص كده نسيج عضلي، ثم في نسيج طلائي جوه كده، ونيجي الناحيه الثانيه نفس النظام، نسيج ضام ثم نسيج عضلي. ده في الشريان، خلي بالك في الشرايين، لان الشرايين اللي فيها النبض هي اللي فيها الايه الضغط. وهنا ايه نسيج ايه طلائي. انت عندك الشريان ده لو ماشي فيه الدم عادي جدا، الدنيا طبيعي، فحصل نزول في ضغط الدم، فجسمك عايز يعوض ضغط الدم ده، جسمك عايز يعوض ضغط الدم ده، فبالتالي هيعمل حاجه من اتنين: يا هيزود الميه في الجسم، هيزود الميه في الجسم لما انت تشرب ميه علشان يزود حجم الدم فيرفع لي ايه ضغط الدم او يرجعه للاصل بتاعه، او الاي دي اتش اللي هو بقى تخفى ولبس كده ايه حاجه تانية بقى اسمه الايه الفي اتش. الفي اتش بقى اللي هو كان الاي دي اتش بس مسمى تانية بوظيفه تانية اللي احنا قلناها في اول الجزئيه دي. فالفي اتش هيروح ياثر لي على مين؟ على العضلات بتاعه الاوعيه الدمويه. فبدا الوعاء الدموي ما يبقى دوت الجزء بتاع العضله ده هيعمل له انقباض فهيزوده شويه. فلما يزود الانقباض كده في الايه في الجزء العضلي الوعاء الدموي، ايه اللي هيحصل للدم؟ اندفاع الدم هيبقى قوي، يعني بدل الدم كان بيمشي في المنطقه دي كلها هيمشي في المنطقه دي بس. فكده ضغط الدم ايه هيزيد. واصلا ضغط الدم ما ينفعش يكون 120 على 80، ما ينفعش يزيد عن 120، ما ينفعش يقل عن 80. هو ده ضغط الدم فين؟ في جسمك. يبقى انا دلوقتي لو انا الفي اتش اشتغل على العضلات بتاعه الاوعيه الدمويه هيعمل لي ايه؟ هيرفع لي ضغط الدم بان هو يعمل لي انقباض للعضلات وبالتالي هيبقى اسمه الفي اتش. لكن لو عمل لي اعاده امتصاص للميه من النفرونات الى داخل الدم تاني عشان يحافظ عليه، او انت شربت ميه فهو سحب الميه دخلها للدم فزود حجم الدم، انا كده بتكلم عن مين؟ بتكلم على الاي دي اتش. خلاص كده مش هنتكلم في حاجه تاني. كده نكون خلصنا الغده النخاميه بالهرمونات بتاعتها بشويه الخصائص اللي احنا خدناها عن الهرمونات بتركيباتها بالغدد الصماء والمشتركه والقنويه والليله دي كلها. عايزك بعد المحاضره ديت تسمعها كويس، تكون كتبت نوتس جنب منك تحل عليها، تشوف دنيتها ايه، حاجه وقفت قدام منك تكتبها في الكومنتس. محتاج منك ان انت تكون ذكي مش تكون غبي، انا بقدم لك مصدر علمي مجاني جدا خالص. فان انت تاخده على محمل ان انت انا خلاص سمعته وخلاص، انت كده خساره فيك ان انت تسمع الفيديو، انا اسف يعني. اسمع الفيديو بجد، بعد ما تخلص سماع الفيديو لازم يكون في نوتس او اسئله انت كتبتها تسال فيها، تناقش معايا فيها، تحاورني فيها، وانا هحترمك باني هرد عليك لان انت كده اخدت الفيديو على محمل الجد، فبالتالي انا هرد عليك لان هقدرك لان انت قدرت الفيديو. تمام. الفيديو ده مجاني بمعنى يعني كل ما تحمل الكلمه من معنى، في معلومات ليك انت بتساعدك انت كطالب ثالثه ثانوي. فان انت ما تهتمش بالفيديو او تسمعه او تقطع منه او توصل للنقطه ديت ما تكونش سمعته كله، فده استخفاف او استقلال بالعلم اللي ربنا جعله لك ان انت تعرفه او يسره ليك. انت كطالب ثالثه ثانوي او طالب ثانوي عامه كل الابواب مفتحه ليك ان انت تاخد علم، بس انت اللي تتبطر على الاماكن ديت. فحاول ان تحترم اي مكان بتاخد منه علم. ننتظر منكم الكومنتس بتاعتكم على الفيديو ان شاء الله.
محتاج منك تعمل اشتراك، تفعل زر الجرس، تعمل لايك الجميل، وفي نفس الوقت ما تنساش تكتب الكومنت علشان ارد عليك ان شاء الله في الفيديو الجاي. اشوفكم على كل خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.